كابتن محمد ابو العيلة ضيف يعني وصاحبي وحبيبي وعشرة عمر. مبسوط ان انا معاك النهارده واتمنى لك كل التوفيق يعني. محلل اداء بيعمل ايه دوره جوه الجهاز الفني؟ موضوع شويه معقد وفيه تفاصيل كتيره، يمكن برضو التفصيله نفسها بتفرق. دي اكتر حاجة بالنسبة لك؟ تجربة كانت مثيرة شوية، كان فيها احداث كتير. كان كابتن عماد النحاس زيزو فرق دلوقتي ولا ايه رأيك؟ في اخر فترات زيزو مع الزمالك برضو الاداء ما كانش احسن حاجه، انما تحمل لعيب يشيل الفرقه صعب. اهلا بيكم في بودكاست المستطيل، ومعانا ضيف جديد كابتن محمد ابو العيلة، ضيف يعني وصاحبي وحبيبي وعشرة عمر. مبسوط ان هو موجود معايا، وتجربة بقى جديدة هنتكلم دايما مع ضيف. معانا محمد ابو العيلة، يعني هيدينا كده باختصار ايه الحاجات اللي اشتغل فيها كمحلل اداء المقاولين، محلل اداء سيراميكا كليوباترا، التجربة الاخيرة اللي كانت ناجحة الى حد كبير. معانا كان في اسوان، وكان في ايه تاني كابتن محمد؟ كان في طنطا وكان في الشرقيه وكان في الجيش وكان في الشرقيه في الاول خالص بقى. دي كانت بدايتي، يعني كانت بدايتي كانت 2016 الاول. بس برحب بيك يا حسن، بقالي كتير ما شفتكش وحشنا جدا، وببارك لك على البرنامج الجديد. مش عارف بقول لك كابتن ولا اقول لك يا باشمهندس. اي حاجة. ما شاء الله، يعني في كل حاجه دايما ناجح ان شاء حبيبي الله، ومبسوط حبيبي ان انا معاك النهارده واتمنى لك كل التوفيق يعني. حبيبي كابتن محمد، منورنا. وهنتكلم بقى كلام جديد شوية. ناس كتير بتسمع محلل أداء، يعني واخدة كده صورة معينة عن محلل أداء، بس عايز أتكلم معاك بقى يعني إيه الدور بتاع محلل الأداء بشكل بقى من حد محلل أداء شغال في الدوري المصري. ممكن الموضوع يكون مختلف شوية، أنت عارف عندنا الحاجة في مصر دايما بتبقى مختلفة شوية، تجربة بتبقى خاصة. فعايز أسمع منك بقى محلل أداء بيعمل إيه دوره جوه الجهاز الفني، حاجات زي كده. هو الاول بس يعني تعريف محلل اداء، ان برضو انت عندك انواع من المحللين. يعني دايما الناس بتربط بين ان المحلل مثلا لو هو في فرقه او نادي او كده، برضو عكس شويه اللي بيتكلم في الميديا او بيتكلم في تحليل الماتشات اللي هي بين الشوطين او استوديو بين مثلا الماتش أو كده. استوديو تحليل يعني. الموضوع شويه مختلف، ان انت هنا بتذاكر فرق وبتذاكر على فرقتك وبتطور. الموضوع برضو زي ما قلت لك في 3 انواع للمحللين، اللي هو من اول الموسم مثلا لو في مع فرقه وبادي معاها، بتعمل سكاوتنج بقى وبتجيب لعيبه وبتعمل تقرير في لعيبه. لو انت موجود في نفس النادي بتشوف اللعيبه اللي موجوده، مثلا ممكن مين يمشي ممكن مين يقعد. كل الحاجات دي برضو بتبقى يعني مسنوده على ارقام وداتا وفيديوهات، مش وجهه نظرك يعني انت موضوع كبير برضو. فيه تفاصيل كتير. بالظبط، انت تيجي مثلا تقول المدرب او الاداره ان اللعيب ده مثلا لا يمشي او اللعيب ده يقعد، انت مش فكره حب وكره يعني. فكره انت كل حاجه ليها دلائل يعني. وبعدين بقى طول ما انت ماشي بتبتدي تخش مرحله الاعداد، فانت بتشوف فكر المدرب، الاستراتيجيه بتاعته، هو الفلسفه بتاعته ماشيه ازاي من خلال التمرين. برضو بانك بتعالج الاخطاء بتاعه اللعيبه، بتديها للمدرب، بتجيب مثلا نماذج للفرق الاوروبيه انك انت بتنفذ عليها ونفس الفكر بتديها له. برضو بتعمل محاضرات. بعد كده بقى بتخش المرحله الاخيره، بتخش مرحله المنافسات. دي موضوع تاني بقى، بتذاكر المنافسين بيلعبوا ازاي، طريقه اللعب، انت هتقابلهم ازاي، الثغرات اللي عندهم هتحلها ازاي، لو عندهم نقطه قوه هتوقفها ازاي. موضوع شويه معقد وفيه تفاصيل كتيره، يمكن برضو التفصيله نفسها بتفرق. يعني انت مثلا كميه المعلومات انت بتقولها للمدرب، هو اكيد مش هياخد منك كل حاجه وينفذها، بس انت في الاخر بتقول له اكتر حاجه، وهو في الاخر بيطوع كل ده لفكره وفلسفته واللعيبه اللي موجوده عنده، يبتدي يعني تعمل ماتش كويس والنتيجه بتبقى بتاعت ربنا يعني. طيب يعني انت ليك دور في ان انت بتدي الحاجات دي، بس مش شرط المدير الفني في الاخر ياخد بيها او ما ياخدش. بالظبط، هو رايك استشاري. يعني في ناس بتقول لك مثلا انت اتدخلت في كذا واتدخلت في التغيير لا، هي الفكره مش فكره تتدخل، فكره ان انت في الاخر هو في قائد زي ما بيقولوا، هو المدير الفني هو رقم واحد في الجهاز يعني. المنظومة كلها. انت في الاخر كل الناس بتقول افكارها، يعني انت بتجتمع مع المدير الفني قبل الماتش مثلا، وتقول له احنا هم عندهم كذا واحنا كان عندنا قصور الماتش اللي فات كذا. انه برضو الفرق دلوقتي كلها بتذاكر بعض، فانت بتقول له مثلا احنا كان عندنا ماتش اللي فات عندنا قصور في اخطاء في كذا، كذا او اخطاء في كده. كذا، فهو بيعالجها في الاسبوع بتاع الماتش، بيبتدي يشتغل. في مدربين شويه برضو نوعين المدربين، في مدربين بتفضل تشتغل على المنافس بس، يعني مثلا يجي يشتغل على المنافس كل ماتش تلاقيه التشكيله فيها 2 3 متغيرين، نوعيه اللعيبه، نوعيه التاكتكس اللي موجوده، بيطوع الماتش او بيمشي الماتش زي ما المنافس عايز، او هو بيبقى دارس المنافس قوي وبتاع. هي مم. الفكره برضو ان يعني بالنسبه للمدربين، انا اشتغلت مع النوعين.
يعني او اشتغلت مع النوعين نوعين من بس ولا المدربين. في؟ لا هم نوعين، يعني نوع كده ونوع يعني يركز مع فرقته بس. اه. يعني يقول لك مثلا انا في الاخر الفرقه المنافسه هتعمل ايه، هتعمل مم. فرقة حاجه في الكوره ولا تعمل حاجه في الباسكت مثلا. هم مدرستين حد فعلا، الناس كلها كده، يا اما يقول لك بالظبط. انا اهتم اعمل ان انا ما اعملش اخطاء، وان انا اشتغل كويس وفرقتي تبقى شغاله كويس، واللي قدامي ده خلاص انا اللي هتحكم فيه. وفي بالظبط. حد تاني ان انت زي ما انت بتقول انا برضو لا بقعد. هما المدرستين دول، يعني مدرسة كده ومدرسة كده، ان هو بس برضه في الاخر يعني ممكن تبقى مثلا ال 100% متوزعة، مثلا في ناس مدرسة اللي 70% منافس مم. و30% فرقتي، مم. وفي العكس اللي هو 70% فرقتي و30% خطوط عريضة بالنسبة للمنافس. انا في مم. الاخر باكد في الاسبوع بتاع الماتش ده على اللي انا واخده واللي انا عايز اوقف الفرقه. مثلا عندهم بيلعبوا كرات طويله، عندهم مثلا بيلعبوا عرضيات كتير، عندهم اخطر مثلا 3 4 حاجات. لعيب مثلا سريع ما ادلوش مساحه في نص الملعب، عندهم مثلا لعيبه اقوياء جدا في التدخلات. اكد على اللعيبه ان انا اطلع كرة بسرعه، مثلا لازم يبقى في مسانده، لازم يبقى في تحركات. فال 30% دي هي موجوده من خلال شغلي برضو، من خلال مم. شغلي. ما ينفعش انا ادي اللعيب تعليمات او اقول له مثلا الفرقه قدامي بتعمل كذا وكذا وكذا وانا ما اشتغلتش اصلا على المفاهيم دي او المبادئ دي. اه. ما ينفعش، مش عارف انفذها في الاخر. هنط بيك بقى يعني ايه، عشان الناس ما تسمعش كلام نظري كتير، الكلام العملي بقى بالنسبه للتجارب بتاعتك. يعني مين ايه اكتر تجربه انت عديت بفرق كتير، في حاجات بارزه بالنسبه للناس وكتير عارف الناس عارفه يعني ابو العيله في الفرق اللي بتاعت الدوري الممتاز، بس ايه اكتر حاجه بالنسبه لك تجربه كانت مثيره شويه، كان فيها احداث كتير؟ ممكن تجربة المقاولين شوية، ان انا قعدت في النادي مثلا يعني ما يقرب من 4 سنين، وكانت الحمد لله كان فيها مع نجاحات كابتن عماد يعني. النحاس مع ولا؟ الكابتن عماد النحاس مم. قعدنا 3 سنين ونص تقريبا او اكتر. اول سنة كنا جينا الفرقة كانت في المركز ال 14 او حاجة كده. مم. كان من 8 ماتشات او 9 ماتشات عندهم 8 بونت. مم. فجينا واشتغلنا والحمد لله. يعني دي ما حصلتش، عملنا ارقام كمان في المقاولين يعني. ان انت تكسب 6 ماتشات انتوا ورا بعض. مسكتوا 4 سنين متواصل، ده كابتن عماد النحاس، دي كانت تجربه فعلا كبيره. آه. والنادي كمان خلي بالك مريح جدا، يعني مم. المقاولين مريح ان انت تقعد فيه 10 سنين يعني مفيش تارجت بالنسبه لهم غير ان كل فين وفين تطلع افريقيا. ان هو برضو خلي بالك في معلومه بنقولها في النص كده، الناس متخيله ان بعد الاهلي والزمالك في افريقيا الاسماعيلي. اه. هو بعد الاهلي والزمالك في افريقيا المقاولين مقاولين اه. يعني. فدي كانت برضو بالنسبه لهم ان هم يوصلوا بعد 15 سنه، يوصلوا افريقيا من خلال تاني سنه لينا كانت موجوده في النادي. فدي كانت تجربه بصراحه كويسه لعبتوا افريقيا وارقام. مع المقاولين؟ لعبنا افريقيا مم. تاني سنه. اول كونفدراليه سنه بقى، ولا ما كانتش، كانت اسمها ايه كونفدراليه، في كونفدراليه مم. لعبنا اول سنه. كنا زي ما قلت لك الارقام بقى اللي احنا حققناها ان انت تكسب 6 ماتشات ورا بعض. مم. يعني كان اول ماتش كان تعادل، بعدين 6 ماتشات ورا بعض. فدي ودتك برضو المكان تاني خالص، التارجت اتغير بعد ما كنت وكان انت. في محلل اداء قبلكم يا ابو العلا، وما كانش في حد؟ مش عارف والله، يعني مش قصدي عارف. كانت تجربه بالنسبه لهم جديده، ان هم اول عدلت الدنيا بقى في محلل اداء وفي جهاز فني. كان معاك مين الجهاز الفني كان معاك؟ كان كابتن عماد النحاس على رأس الجهاز الفني، كان كابتن علي عبد الغني مدرب عام، كابتن رامي عادل مدرب، كابتن احمد زهران اللي هو مم. كان مؤخرا مدير فني حرس الحدود ابو في الرحمن اخر عيسى كان ماتشين. معاك ولا ما كانش معاك؟ عبد الرحمن عيسى كان مم. مخطط احمال او معد بدني. كان معانا كابتن رامي ربيع. فالجهاز جهاز كان كبير الجهاز كان كبير، وناس وكمان اسماء كان كويسه جدا. بالظبط. وكان كان في كل حاجه يعني. في اللعيبه مثلا كابتن عماد النحاس لعيب كان مدافع، مم. والكابتن رامي عادل كان مدافع. دافع برضه. فانت بالنسبه للمدافعين شغل المدافعين انت مفيش يعني احسن من كده. بالظبط. في نص الملعب كابتن عبد الغني كان نص ملعب. مم. وكان في الهجوم كابتن تفرق رامي. الحاجات دي يا ابو العلا، يعني لما يكون طبعا في طبعا. حد هل بيشتغل تخصصي مثلا مع الخطوط مع لعيبه كلام من ده، بتفرق ولا ما بتفرقش لا كتير؟ بتفرق ان انت برضو فاهم ازاي توقف الخط، ازاي مم. هتتكلم مع المدافعين ازاي، واحد كرة مثلا في حالة الهجوم المدافعين واقفين ازاي. لا كل واحد وهو كمان بيتكلم شوية اديله يعني خبرته بقى. بخبرته، مم. وبيتكلم بعد كده بقى بيذكر الحاجات دي كلها بالعلم. فاكيد بقى ليه دور، يعني ليه دور ان انت التمرينات اللي هي التخصصية بقى ليه دور. كل واحد فيهم بيتكلم من حتته، فاللعيب بيسمعه يبقى مم. مقنع بالنسبه له، بيقول له معلومه هو عاشها ولو جربها هتفرق معاه في اللعب. فاللعيب لما بيعمل ده وبيجربه وبيلاقي نتيجه بيصدق المدرب. طب ايه ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده؟ كان مقاولين يعني سيف الجزيري سيف مثلا بالنسبه لي، الجزيري سيف الجزيري بس جه في الاخر صح؟ لا سيف الجزيري معانا من الاول. مم. احنا لما رحنا سيف الجزيري كان معانا في طنطا. احنا كنا مم. الجهاز كان في تجربته في طنطا.
سيف كان معانا موجود، وكان معانا مصطفى محمد مم. الموسم اللي هو هبط فيه طنطا. مم. بس احنا للاسف يعني رحنا اخر 7 ماتشات، وكان فيهم اهلي وزمالك على ما اعتقد. مم. فانت خلاص يعني انت امر واقع، انت اصلا مش هتروح تكسب 5 ماتشات من ال7 وانت بقالك اكتر من اللي هو انت ما انتش عايز 28. غير نقطة مثلا، بالظبط يعني يعني طموحك الاعلى ان انت نقطة غير هتتعادل الماتشات ماتش بتاع وتكسب دلوقتي. وبتاع، وبعدين برضه في كل مره او كل مرحله كنت بتروحها بيبقى في تغيير. مم. فالناس مش بتنسب لك انت الهبوط. هي الفكره كانت كابتن عماد نحاس وقتها كان عايز يبقى فيه خبرات، ان هو يقدر يشتغل، ان هو يقدر يتعرف، ان هو يقدر يبقى موجود، تقال اسمك برضو. فدي كلها كانت بتديله خبرات. ما كانش في دماغه قوي حته إن الهبوط بقى او يتنسب ليه، او مش في دماغه ان الناس فعلا اللي كانت موجوده او محيطه بالفرق وقتها كانت بتقول لا انت يا ريتك كنت جيت من بدري. مم. فدي كانت حاجه بتتحسب له، بس في الاخر تشكيلة امكانيات. الأجهزة والتغيرات الكتير اللي بتحصل أثناء الموسم دي، فدي طبعا بتعمل طبعا. سبب الموضوع ده. انت لما تيجي تنزل سوفت وير بيطبق معاك بعد فتره، فانت ما بالك بقى ان انت تروح بعد مدرب قاعد فتره كبيره، فاشتغل فتره اعداد، فكون اللعيبه، ففي لعيبه اصلا بعدت ما بتلعبش خالص زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره في الثلاجه. في مم. لعيبه كتير انت هتجيبها وترجعها، ولا هتلعب باللي موجودين؟ طب كل الموجودين مدرب ليه قناعاته، يعني في ناس حد بيبقى مقتنع باتنين تلاتة لعيبة، وواحد تاني اللي يجي المدرب اللي بعده ممكن يجي فعلا حاططهم في التلاجة زي ما انت بالظبط بتقول. بالظبط. طب قولي على سيف الجزيري بقى. سيف لعيب كويس جدا جدا. ما شاء الله يعني. سيف بدنيا كويس، لعيب مهاريا كويس، سريع جدا. بيلعب في اكتر من مكان. يعني سيف اللي الناس ما تعرفوش ان هو كان في طنطا كان بيلعب جناح. يعني هو في مصنف هو مهاجم سترايكر صريح. هو في بيميل عشان للجناح اكتر شويه، يعني اصلا سيف بداياته كانت جناح، ما كانتش مهاجم بالظبط. تسعة. هو ممكن كان في الافريقي وفي تونس كان بيلعب مهاجم. بس هي الفكره ان كان انت موجود معاك مصطفى محمد، فانت امم هتستغل ال هستغل الاثنين. بالظبط هتستغل الاثنين ازاي مصطفى واعمل محمد كان عامل ماتشات قويه جدا هايل. برضه في يمكن طنطا. بس كانت صادفنا سوء حظ ان مصطفى محمد لما احنا رحنا اتصاب، مم. ما لعبش معاك مثلا غير ماتش او حاجه. ف... فسيف حل مكانه بقى، لعب هو فيرود ونزلنا جناح. بس انا بكلمك في ان استغلال الاثنين لو موجودين اكيد هتخلق ده مكان وده اكيد مكان. اكيد. فكانوا فارقين جدا وكانوا عاملين شغل كويس. يعني يمكن اثر شويه لما مصطفى اتصاب. مصطفى طبعا لعيب كويس ولعيب مهم، فدي اللي فرقت شويه في مع طنطا يعني. وكان عامل في طنطا يعني من اكتر الماتشات اللي بانت قوي. هو كان معارض تقريبا من الزمالك صح؟ تقريبا. والماتشات بتاع طنطا دي عمل ماتشات كويسه جدا، هو بدأ طلع ينور ساعتها. هو طلع عرى نادين او ثلاثه، هو راح الجيش والداخليه مم. وطنطا تقريبا يعني. هنرجع بقى لسيف الجزيري. كان دي تجربه برضه، دلوقتي بيلعب في الزمالك. اه ويعني خلينا نربطها بدلوقتي. حاسس ان هو سيف الجزيري دلوقتي ايه رأيك في مستواه دلوقتي؟ او سيف برضه حتى الفترة اللي هو مشي فيها وراح الأفريقي على فكرة كنا متواصلين مع بعض. يعني سيف صاحبي جدا وبنتكلم دايما في كل حاجة. تجربته مع الزمالك شوية. أصل خلي بالك أقول لك أنت برضه ما بتلعبش تنس، يعني أنت بتلعب مم. كورة. فأنت لعبة جماعية في السكواد الاخر. اللعبة جماعية بالظبط. اللعبة كل اللعيبة اللي حواليك لو مش هقول لك بنفس الكفاءة، لو كله بيكمل بعضه وفي عندك سكواد كويس وفرقة كويسة أكيد هيبقى المردود كويس. مم. إنما تحمل لعيب يشيل الفرقة صعب. يعني مثلا انت شايف الناس محملة سيف الجزيري دلوقتي؟ ومحمله النجوم اللي موجوده. يعني كانت حتى وقتها وقت ما كان زيزو مثلا موجود الناس مم. شايفه ان هو زيزو نجم الفرقه، فكان هو يعمل كل حاجه. مم. مش كده. في ممكن مثلا بس زيزو فرق دلوقتي يا أبو العلا، ايه رأيك لما اكيد زيزو فرق مبقاش موجود؟ بالنسبه للارقام فرق. مم. وبالنسبه بس انا بكلمك في اخر فترات زيزو مع الزمالك برضو الاداء ما كانش احسن حاجه. بس انا بكلمك في ان يعني في 8 لعيبه مثلا من 10 او من 11 يشيلوا 2، مم. مش 2 3 يشيلوا 7. صعبه. وخلينا برضه نتكلم ان انت بتتكلم على لاعب غير لاعب يفرق. بتتكلم على طبعا لاعب دولي، ولاعب بقاله 5 سنين تقريبا محقق نجاحات كبيرة، وبيلعب في يعتبر مستواه ثابت ال5 سنين اللي فاتوا. يعني زيزو صح. تهديف وراجل بيلعب بيحرك الفرقة تقريبا. الزمالك كله كان مبني عليه، وكان الفرقة كلها بتتحرك من خلال زيزو. اكتر حد كان برضو كبول كارير يعني، او حد بيجري بالكورة سرعات، بيقدر يسدد. انت بقى تقدر تقول لنا القصة دي؟ لا امكانيات زيزو كانت ما شاء الله رهيبه. يعني ما فيش حد يمكن انا عاصرته عدى على نادي الزمالك او الاهلي في 5 سنين يبقى مثلا مستوى ثابت بالمنظر ده. بالمنظر ده. يعني مثلا بتتكلم في 5 سنين، في مثلا ما يقلش عن 3 سنين انت في التوب فورم. السنتين ممكن شويه، بس برضو مهما نزلت لمستوى الناس متفاعله معاه والناس حباه. ان في لعيبه هنا في مصر بيعمل موسم وبعدين ما تلاقوش يعمل موسم او نص موسم وبعد كده يقوم ضارب غطس. انما لا يحسب لزيزو عقليته ان هو كان دايما محافظ على نفسه، ودايما الاستمراريه عنده كويسه، ان هو كان
3 سنين ونص او 4 سنين من 5 سنين مستوى ثابت، اكيد برضو اتاثر زي ما قلت لك بان الفرقه. المجموعة كلها اتأثرت. طبعا. ده طبيعي، ان ده زي اي فرقة مثلا، لو يعني لعيب مثلا اللي هو بيبقى شايل الفرقة، او اللعيب اكتر لاعب بيبقى فيه ستار في كل فرقة، هنقول ميسي مثلا او مثلا بيدري او ايا كان. لو شلت اي لاعب للإصابة، الناس كلها بتقول لك اصل الفرقة دي مستواها هبط، مستواها مش عارف ايه. لكن انت طبعا بتشيل لاعب حتى لو هو مش شايل الفرقة، بس هو دينامو بتاع الفرقة، او الفرقة قايمة عليه، بيتحرك بشكل معين، الفرقة معتمدة عليه بشكل معين. اول ما بيختفي اكيد الفرقة بتتأثر لحد ما تقدر تبني تاني، تعمل مجموعة وتقدر تبني على حد تاني. وفي لعيب ياخد الوقت اللي خده زيزو. وزيزو 5 سنين تقريبا بيتطور، وصل لمنطقة يعني. حتى محدش بتقول يوصل له. كلمة كمان، انت بتقول لا، الجماهير بتحبه. فتحس في ترابط وفي كونتاكت دايما ما بين اللعيبة. اللعيب في الاخر ما هوش لعيب بلاي ستيشن مثلا، هو لعيب وبيطلع يتكلم، وفي لعيبة بتحبه وبيتحرك يعني يعني المجموعة اللي حواليه بيربط معاهم، زي مثلا شيكابالا، زي اي لعيب بيبقى كابتن او كده، بيبقى ليدر شوية. بتيجي لعيبه جديده، بتمشي لعيبه، بيبقى في دايما مجموعه اساسيه هي اللي ماشيه الدنيا اكتر يعني. صح. ارجع بقى لسيف الجزيري وده تاني. باين، وبدا باين من تفاعلات الناس لما زعلت على صفقه زيزو ان هي مشت. يعني مم. عارف انت لو لعيب عادي الناس تقول لك لا انا اعوضه. مم. فلما زيزو يوصل للمرحله دي ويبقى فعلا الجمهور زعلان، مش زعلان منه فكره ان انا زعلان منك فانت انا مخصمك، لا انا زعلان منك عشان انا كنت فعلا شايفك كبير وانت مقصر معايا او فارق معايا، فانا عايز ابني عليك فانت كمان تمشي. فدي اللي كانت شويه مزعله مم. سيف. ليه معايا مواقف يعني واحنا في المقاولين. احنا تقريبا كسبنا الزمالك واحنا في المقاولين، او انا في شغلي مم. كسبت الزمالك مثلا حوالي 4 5 مرات في كل الفرق في كل تقريبا. الفرق. يعني شرقية مرة، المقاولين مرتين، أسوان مرة، لا الاتحاد لا، ممكن رجاء، وتعادلت مثلا حوالي 3 مرات. طب بتعمل ايه بقى لما تيجي تلعب الزمالك مثلا؟ ايه اكتر الحاجات اللي عامله لك، بتعمل لك هيدك في الزمالك؟ ايه اكتر الحاجات اللي يعني بتقلق منها في الزمالك؟ بتبقى بتقول للمدير الفني دايما، سواء كابتن عماد بقى او كابتن ايمن رمادي، انت حسن حظك انت اشتغلت مع الاثنين، حد في الاهلي وحد في الزمالك. مم. فلما بتلعب الزمالك بترجع المدير الفني، ايه الحاجات اللي انت اكتر النقط بتتكلم عليها، ايجابيات وسلبيات مثلا؟ أكتر إيجابيات بتتكلم عليها في يعني انديفيدوال للعيبة، شوية فرديا للعيبة، إن اللعيبة اللي موجودة في الزمالك زي ما قلت لك قبل كده، مثلا من مرورا مثلا بفترات كتيرة فاتت، يعني كان كهربا موجود مثلا، كان سيف موجود، كان شيكابالا موجود، زيزو موجود. اللعيبه بتفرق، يعني اللعيبه نفسها امكانياتها الفرديه بتفرق يمكن شويه تفرق في العمل. الزمالك بس ولا بشكل عام طبعا بشكل عام، بس انا بكلمك في ان في معظم الفرق في الدوري المصري يعني السيستم واحد، طريقه اللعب مم. واحده، مم. مفيش ابداع، مفيش مثلا تيجي تذاكر فرقه عندها انماط محدوده، او مثلا هتلاقي في الاخر مميزات كلها ايه، يعني كرات ثابته مثلا، لعيبه في الخط الامامي مثلا عندهم حلول فرديه، فمعظم الفرق كده يعني. انت بتتكلم عن الزمالك ان هو اكتر، ان هم عنده لعيبه فيها كرييتيف اكتر شويه، بالظبط. بيميل للحته الابداعيه اللي بيسيب اللعيب يلعب براحته اكتر شويه، بتغلب على زي ريال مدريد مثلا. يعني ريال بالظبط. مدريد ناس كتير مثلا ان انشيلوتي او كده، او ممكن بتتكلم ان مفيش سيستم قوي، ودايما بتلاقي، معلش انا مقارنه يعني بس هنرجع تاني. ممكن مقارنه ما بين الفرق الكبيره والفرق الصغيره، بس انا عايزين نقرب الدنيا عشان الناس اللي بتسمع. يعني برضه انت بتتكلم من وجهه نظر محلل اداء، فاحنا عايزين نتكلم بقى في الحاجات اللي هي بتبقى داخل اوضه اللبس. فانت مثلا في فرق بتسيب حريه اكتر للنجوم، او عنده لعيبه مثلا عندها كرياتيفيتي اعلى شويه بنسبه اكبر، وفي لعيبه زي ما انت بقى في انديه بتبقى المنظومه الجماعيه او السيستم زي ما انت بتقول هو ده اللي غالب بيبقى شويه. غالب يعني. فانت شايف ان الزمالك بيبقى عنده الحته بالكرياتيفيتي دي اعلى شويه. بالظبط. والزمالك حتى لما خد دوري سنتين ورا بعض كان معظم الحاجات لو ترجع تبص هتلاقي معظم الحاجات فرديه وكانت ضربات ثابته. مم. كان مميز جدا في ضربات الثابته. يعني انا افتكر ان الزمالك في الموسم ده سيف الجزيري تقريبا، صح؟ لا ولا كان، بتتكلم على أنا بتكلم الزمالك على عموما؟ الزمالك اه. عموما، يعني مم. بتكلم على امكانيات الزمالك، او انت بتتكلم ان انت بتقول للمدرب ايه في العصر ده او في الوقت ده كان مميز بايه نادي الزمالك وانت راح مم. تقابله يعني. الضربات الثابته انا فاكر ان في الموسم ده تقريبا اللي هو خدوا فيه دوري كان 16 هدف، مم. منهم مثلا 12 نقطة أو حوالي 9 بونت مثلا جابهم حسام عبد المجيد، إن هم كانوا متارجتين حسام عبد المجيد في الضربات الثابتة بشكل كبير يعني. هي ميزة موجودة وميزة أنت استغلتها، بس زي ما بقول لك ما كانش فيه المنظومة الجماعية اللي هي أنت شايف إن الفرقة كلها
تروس مثلا او الفرقه كلها جماعيا، لو حد غاب هيأثر ان كل واحد ليه دور فمفيش نجم. مم. لا هو كان في النجوم في الفرقه، كانت اللعيبه الفرديه بتفرق شويه، وكان الاعتماد اكتر على الضربات الثابته، وكان الزمالك ساعتها كان عامل حاله، يعني حاله بطوله يعني. فدي كانت اكتر حاجه. بالنسبه للاهلي، الاهلي كان واحنا بنلعبهم كان برضو بتتكلم على اللعيبه برضو فرديا وكل حاجه، بس كان المنظومه الدفاعيه كانت شويه عند الاهلي كانت اجريسيف شويه، مم. يعني بيعرفوا يضغطوا، بيعرفوا ياخدوا الكوره، يستخلصوا الكوره في اماكن معينه. المدافعين كانوا اكثر شراسه، نص الملعب كان قوي جدا في الضغط. دي الفترة تقريبا سنة كام يا ابو العلا؟ يعني نتكلم ده عشان الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم في انهي سيزون. بكلمك في فترات، يعني ممكن مثلا فتره فايلر، مم. فتره موسيماني الاولانيه. انت لعبت الاتنين ف اه لعبت الاثنين، وحضرت حتى كولر قبل ما يمشي مم. برضو في سيراميكا. هنجيلهم دلوقتي. اه ف فلا انا يعني انا من 2000 تقريبا 16 مم. لعبت الاهلي اكتر من مثلا 10 مرات، ولعبت الزمالك برضو نفس الفكره. فحسب الانديه بقى اللي انا اشتغلت فيها، في انديه بعيد شويه عن المستوى، وفي انديه يمكن تقرب شويه لشويه تفاصيل ضافها المدير الفني او الجهاز اللي انا شغال معاه. مم. ممكن قبل كده، او الانديه دي في السنين اللي فاتت او اللي قبل ما احنا نيجي كانت بتصنف ان هي بعيده شويه. مم. لا احنا لما جينا بالذات سيراميكا، يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا هنروح لها كمان شويه، مش عايز بس انط عليها. فشايف ان المدربين اللي كانوا موجودين لا ضافوا شويه للفرقه دي. الفرقه دي كانت شويه مصنفه ان هي بتقعد في الدوري في الفترات او نص الجدول، فهو منطقة اهم حاجه دافية عنده. زي ما الناس بتقول. بالظبط، انت في الاخر زيك زي الناس مم. اللي موجوده بعيد عن الاهلي والزمالك، انت في الاخر بتخسر منهم وبتقفل وتخسر 1-0 فالدنيا كويسه، فمش عايز الموضوع يفتح منك تخسر كتير فيبقى لا. الموضوع يعني مدربين اللي انا اشتغلت معاهم، وانا من يعني سعيد الحظ ان انا اشتغلت مع الاثنين دول بالذات، غيروا شويه وجهه النظر. لا انت ايه المشكله ان انت تكسب اهلي وزمالك مع، اه وان انت توصل ده للعيبه الموضوع ده اللي لازم اتغير يا يبقى. ابو العلا اصلا من فترة كبيرة. كان مثلا حد اللي بيلعب الاهلي والزمالك بشكل هجومي ده كان كأنه يعني عمل حاجة غريبة جدا. دلوقتي الكرة بقى فيها هجوم اكتر شوية، او فرق الدوري المصري بقى عندها الجرأة اكتر شوية انها تلعب الاندية زي اهلي والزمالك والاسماعيلي والكلام ده. بالظبط. اؤكد على كلامك كمان ان بص، هي في الاول القيمه الماليه او لو انت عندك مثلا فلوس في النادي وتقدر تجيب لعيبه، حتى لو هي مثلا اكس اهلي وزمالك وبيتنافس عليها انديه تانية، فلو انت عندك قيمه ماليه كويسه هتقدر تخش وتشتري لعيبه فتعمل سكواد كويس. مم. هتقدر لو عندك لعيبه، جبت مثلا لعيبه اكس اهلي وزمالك شويه، وانت بتقابل الاهلي والزمالك ما عندكش الرهبه بتاعت ان انت عامل لعيبه مثلا جايب لعيبه من درجه تانية يبقى عندها ثقة في نفسها، ولاعيبة عندها خبرات عدت بالماتشات دي عادي كتير، بالظبط. فعادي بالنسبة له عادي. غير ان هو مثلا لعب على بطولة كتير. يعني زي ما بنتكلم مثلا، انت بتتكلم على ماتش البنك الاهلي مثلا، البنك الاهلي او عموما السيزون ده البنك الاهلي برضو فيه لعيبة كتير اكس زمالك تقريبا. بالظبط. فتقريبا عاملة شايلة الفرقة وعاملة تغيير شوية في الاداء يعني. عايز انقل معاك بس في قصة المقاولين دي، بس مش في حاجة مش عايز انساها عشان كنت بتكلم معاك امبارح. فقلت لي ان انت وانت بتلعب الزمالك مع المقاولين كان في نقطة لعبتوا عليها، وبعد كده حصل عليها ان هي في نهائي القرن حصل فيها اه هدف يعني، او ترجمت بهدف اللي هو اللي جه في الزمالك تقريبا. بس هو كل لعيب طبعا يعني عنده مميزات وعنده عيوب. ممكن طبيعي. مدربين لو ما اشتغلتش عليها تفضل موجودة او تزيد ومحدش ياخد باله منها. مم. هي تفصيلة صغيرة. كنا احنا وانا بذاكر الفرق كنت دايما المدافعين بتوع الزمالك كان ساعتها كان محمود علاء والونش. مم. فكان دايما محمود علاء، طبعا الناس كلها فاكرة اللي هو لما طلع بدماغه ونزل الكرة القفشة. مم. محمود علاء دايما كان لما بيطلع يعمل جامب بيطلع الكرة ما بيطلعش على الجنب دي. مم. ممكن طبعا هو اي حد مدافع عنده الخبرات دي ان هو طبيعي ما يطلعش في العمق عشان اللعيب هو جاي ما مم. فمحمود كان عنده ممكن الخطوات مع الجامب وهو بيطلع ما تسمحلوش ان هو يودي كرة بعيد. مم. فكان بيطلع مع ان في حد بيشترك معاه فبينزل الكرة لحد تاني او في المنطقة دي. مم. فشوية انا لما كنت بذاكر الفرقة فانا شفت طريقة. لاحظتوا النقطة دي؟ اه لاحظت النقطة دي، ولاحظت ان محمود دايما بيطلع كرة في المكان ده. كلمت كابتن عماد بقى قلت فكلمنا له كلمت الكابتن عماد في اجتماع قبل الماتش ان احنا إن الاول كان في حاجتين، هو نقطتين ونقطتين يعني سبحان الله الاثنين اتنفذوا في الملعب. مم. في النقطة ماتشكوا ولا في ماتش في ماتش الاهلي؟ الزمالك. اه الاثنين كانوا في ماتش مم. الزمالك ان احنا كنا الماتش ده كسبنا 2-1 تمام. ومطرود مننا واحد بس.
كان 1-0 الاول، وبعدين 1-1، وبعدين 2-1 للمقاولين. اول نقطه كنا اتكلمنا عليها اللي هي كان الزمالك بيهاجم بعدد في وبيسيب كثافه طارق شويه، مسانده حامد. كبيره شويه. بالظبط، بيسيب طارق حامد لوحده هولدنج بيغطي كده. مساحه رهيبه من الملعب، فصعب ان هو يغطي المساحه دي كلها بالعرض لوحده. فكان دايما التعليمات ان كان سيف الجزيري ولويس ادواردو. كان لويس دول كانوا في ادواردو، المقاولين. دول كانوا في المقاولين. لويس كان ما شاء الله سريع جدا، فسيف ان هو كان مهاجم، هو اللي كان واخد اوردر ان هو اللي ينزل يستلم في ظهر طارق حامد. فينزل يستلم في ظهر طارق حامد، مجرد ما ينزل ويستلم في المكان ده في المربع ده، لويس ادواردو مثلا من غير تفكير هو يقطع من وراه على الجون، المساحه اللي هي فضيت بين الاثنين مدافعين، ان سيف الجزيري ينزل فالونش او محمود علاء هينزل معاه. هياخدوا معاه بالظبط. ودي اتحققت لما اتلعبت في ظهر طارق حامد مره واتنين، فسيف الجزيري استلم حطها من ورا المدافعين، راح لويس ادواردو حطها، كان ابو جبل تقريبا اللي كان واقف. دي نقطه. والنقطه الثانيه كان الكابتن عماد بين الشوطين احنا كنا مطرود مننا واحد، فالكابتن اتكلم معاهم في حته ان احنا نصبر ما نستعجلش وهنكسب، واحنا هنلعب على لعبه واحده. يعني انتوا ركزتوا، انا لسه كنت هجيلك في الكلام ده. يعني انت لما بتكلم المدير الفني وبتدي له شويه حاجات، انت تقريبا اديت له حاجه فرديه، يعني انت اديت له حاجه في الفرديات، ركزت اكيد على اكتر من لاعب، ولا هو كان التركيزه دي بس؟ دي النقطه دي اللي انتوا اخترتوا ان انتوا هتعملوا عليها هايلايت بقى وتبرزوها قوي في الماتش. بالظبط، دي كانت اكتر لقطه، ان انت في الاخر برضو بتلعب الزمالك كان فيه فروقات فرديه كتير. فانت في الاخر انت جماعيا لازم برضو ما ينفعش تفتح الملعب وتهاجم وعلى الاقل بدنيا مش تقدر مراعي الفروقات. بالظبط. انت شويه ملتزم دفاعيا، مقرب مساحات، عامل مسانده، عامل ضغط جماعي، الحاجات دي كلها كانت مخليه الزمالك بيهاجم بشراسه. وانت عارف الاهلي والزمالك بالذات لما بيعدي الشوط الاولاني او يعدي الدقيقه 70 بيضغط نفسيا، الجمهور بيبقى لود عليه. فاحنا برضو استغلينا الحاجات دي كلها فمنشينا السيناريو، والظروف خدمت برضو بالظبط بكتير. يعني انت بتمشي الماتش او انت السيناريوهات بتحطها قبل الماتش، ومجريات الماتش بتخدمك او لا. هو التوفيق ده في الاخر بتاع ربنا. انت بتعمل كل اللي انت ممكن تقدر عليه، وفي الاخر توفيق ربنا. فانت اشتغلت على النقط دي، واشتغلت اول نقطه اللي احنا قلنا عليها وجبنا جون. بعديها الشوط التاني 1-1 ومطلوب مننا 1، فانت خلاص انت الماتش لو خلص كده فانت مكسب بالنسبه لك يعني. طب فجينا الكابتن اتكلم في بين الشوطين ان احنا عندنا يقين. وانت برضو خلي بالك دي ميزه، ان انت المدرب نفسه لما يبقى داخل وهو بيتكلم مقنع ومن اللعيبه مصدقاه، فانت كمان هتصدق نفسك وهتبتدي تنزل تدي اداء مضاعف. فلما نزلنا لما مثلا احنا نلعب كرة طويلة او نلعب على السرعات اللي عندنا وقت الكونتر اتاك، كنتوا مركزين يا ابو العلا على النقطة دي من قبل الماتش. وبعد كده بين الشوطين تقريبا نتكلم فيها تاني. الكابتن اكد عليها ان احنا لما نبتدي مثلا احنا واقفين كومباكت بقى مدافعين وهنلعب على المرتدة، فلما نطلع كرة او نلعب كرات طويلة هنلعبها ناحية محمود علاء مش الونش. حتى محمد سالم كان موجود، وكان معانا محمد عصام. محمد سالم كان سريع جدا برضه، كان مهاجم قوي ما شاء الله، كمان جامبو عالي. فهو اللي كان هيشترك مع محمود علاء، ان دايما محمود علاء زي ما قلت لك ان هو بينزل الكوره في المكان ده. ولما كمان يطلع معاك لعيب رخم بلغه الكوره، يعني انتوا صممتوا له المشهد كاملا بالزبط. يعني ان هو يحصل اللي انتوا عايزينه في الجونين كربون. فتلعب يلعب على دم محمود علاء ويطلع اشترك معاه، بحيث انت ما تخلوش يلعب او يطلع الكوره وهو مرتاح. فهيطلعها مثلا في العمق، يطلعها على الجنب، بس احنا نقدر ناخد الكوره الثانيه في المرتده. خصوصا ان طارق حامد هيبقى مشغول وعنده فيه مساحه كبيره زي ما انت بتتكلم. بالظبط، في سبيس كبير قوي ما بينه وما بين الدفاع. بالظبط. وده اللي حصل، ان احنا لعبنا كذا كوره على محمود علاء. ولما طلعت محمد عصام كنا برضو الفكره ان انت تاخد من عنده السكند بول، فانت قريب قوي من محمد سالم. ففعلا اللي حصل ان هو نزل الكوره فخدها محمد عصام ودخل، جبنا الجون الثاني كمان في الدقيقه مثلا 89 90. فسيناريو انت لو رسمه مش هتعرف تحققه يعني، فاهم. ففي حاجات في الكوره انت برضو في حاجات كتيره ممكن كنت راسمها بس ما اتحققتش، وفي حاجات انت ممكن تكون يعني مأكد عليها نقط بتبان في شغلك الناس بره ما تشوفهاش. الناس بره كجمهور عامه او معظم الناس تتفرج شويه بتقيم النتيجه، يعني ما بتشوفش مثلا ايه اللي حصل، فمين عمل ايه عشان يروح للغلبه، مين كده يعني. حتى خصوصا حتى اللي يعني محللين برضو في الاستوديو ما بيبقاش عندهم الداتا كامله. انا بتكلم بس عشان الناس كتير بتحكم على محلل الاداء وهي قاعده في البيت. يعني محلل الاداء ده اصلا شغله ممكن يكون هيدن جدا ومختفي مش باين اساسا، وممكن يقدم معلومات معينه ممكن يتعمل بيها او ما يتعملش، وممكن ظروف تخدمك تعملها او ما تعملهاش اساسا. اللي بيحلل بقى في التلفزيون او في الاستوديو او كده ممكن يكون شايف الحاجه من بره. جوه اوضه اللبس بقى في تعليمات وفي مدير فني بيكلمك بيحاول ان انت يخليك تصدق ويشتغل على الجانب النفسي ويقول لك العب على النقطه دي ويفكرك تاني، مثلا زي النقطه بتاعت كابتن عماد ان هو
في وسط الماتش او بين الشوطين برضو راح مأكد على النقطة دي يعني. وكمان انت ما كانش قدامك غيرها عشان انت ناقص واحد، مم. فانت هتاكد عليها مره واثنين وثلاثه. انا عايز اقول لك زي ما حضرتك بتقول ان فكره ان انت الاستوديو التحليلي الموضوع شويه مختلف، لا مش شويه، ده كتير. يعني انا عايز اقول لك مثلا انا في ماتشات كتيره انا ما بعرفش اتفرج على ماتش اونلاين، يعني مش ما بعرفش اتفرج، ما بعرفش احلل الماتش وهو اونلاين، في لازم اتفرج عليه مم. مثلا مرتين ثلاثه. ريل تايم كده. ان انت بتطلع والماتش اوفلاين مثلا بتطلع تفاصيل اكتر وتكتب، وبعدين تتفرج عليه تاني وتكتب وتوقف وتجري ففي وتعمل. شويه تفاصيل بيطلع لك ان انت تتفرج على الماتش اكتر من طبعا. مره، ده موضوع كبير. انا عايز اقول لك انا في مره والله العظيم مره قعدت على اللابتوب مثلا اشتغل على ماتش من الساعه 11 او 10 ونص بالليل، مم. قايم من على اللاب الساعه 12 الظهر تاني يوم. يا نهار ابيض، ده ماتش واحد؟ والله العظيم ماتش واحد. مم. ماتش ايه ده؟ ف... لا ساعتها كان اللي كان طول الوقت شويه ان احنا ما كناش متعاقدين مع شركات تحليل او شركات اللي هي تجيب لك بتاعت داتا، الداتا والارقام وكده. فشويه ان انت تعمل الموضوع فيه هيدك غريب ومرهق جدا وبتاع ان انت طبعا ابو العيله احنا في الدوري المصري ما شاء الله يعني لما عملنا انجاز بقى محلل اداء واحد بس، صح؟ شغل كتير قوي على محلل اداء، صح؟ جدا. والناس هنا بتشوف، فاكر لما احنا كلمنا خلي وانت بالك ده الجدول اتعدل دلوقتي، بقى الماتش كل 4-5 ايام. كان في قبل كده مثلا ايام الحاج عامر حسين كان في كل يومين 3 باين ماتش، انا كنت سبت وثلاث مثلا. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان انت كمان ايه يعني تقعد مثلا 10 ايام راحه وبعدين تيجي تلعب مثلا في 10 ايام 3 ماتشات، مم. فدي كانت صعبه شويه على اللعيبه وصعبه شويه على وانت الجهاز، صعبة اصلا شوية. يعني خصوصا كمان نقطه كانت مهمه شويه، الناس مش حاسه بالميزه دلوقتي ان انت بقى معاك جدول دلوقتي. بالظبط. انت في ماتشات حصلت، في مره كنا رايحين معسكر ومش عارفين الماتش هيتلعب ولا لا، اه كنا خلاص يعني فالماتش هيتاجل 24 ساعه ولا هيتلعب الساعه 4 ولا 8، كان في حاجه ده بتشوفها انت غريبه. بتتكلم في حاجه يعني اللي هي مشاكل عالم تالت بقى، مش عالم رابع. اول. قصه ان انت هتلاعب مين دي مشاكل عالم اول، يعني لكن انت اصلا مش عارف الماتش هيتلعب ولا لا. بالظبط. طب هنركب الاتوبيس نروح المعسكر ولا لا؟ دي كان كارثه. ساعتها المعسكر كان في السويس، الماتش كان في مم. السويس ساعتها، كان ساعتها كنا هنلعب المصري، فانت مش عارف الماتش هيتلعب في اسكندريه برج العرب ولا في السويس، ان كان ساعه يعني المصري ما بيلعبش في بورسعيد مم. ولا بيجي القاهره، مم. فانت ماتشاته كلها سواء بره او جوه بتلعب في مكانين، يا في برج العرب يا اما في السويس، مم. فانت مش عارف هتروح تلعب الماتش هناك ولا هنا، وساعتها برضو ممكن يكون الناس ما تعرفش اصلا ان ممكن الملعب ده يفرق في طريقه طبعا اللعب اصلا. المساحات وابعاد الملعب بتفرق. مم. خلي بالك يعني ارضيه الملعب نفسها، النجيله اللي خسر بيراميدز مثلا ماتشين ورا بعض مم. عامل من العوامل دي، اللي هي ايه بقى؟ ماتش فاركو ولعب في ملعب صغير، ماتش الحرس اللي هو مم. ملعب استاد الحرس، استاد الماكس. مم. حتى لما طلعوا في ناس كانت بتقول يعني ان هي متظبطه شويه علشان بيراميدز يلعب ماتشين ورا بعض او كده، يلعب في اسكندريه ويعمل معسكر ويجي. والله يعني بص، انا يعني هي اي حاجه ممكن مش تتصدق عايزين نخش في بقى. الحاجات بالظبط الغيبيات دي يعني عشان ايه. ايوه هنروح يعني كل خلينا واحد يتكلم. خلينا في المستطيل الاخضر، بالظبط، خلينا في الملعب. خلينا في الملعب صح. ف دي فقول لي كانت بقى كمل الحته بتاعت بيراميدز دي. انت بتتكلم ان هم لعبوا ماتشين في استاد الحرس، صح؟ استاد الحرس ضيق جدا، هو نجيلته جدا كويسه جدا. جدا. هو نجيله كويس امم بس ابعاده شويه لما بتيجي تلعب فرق هي معتمده بتقفل. على الكونتر اتاك وبتقفل، خلاص انا في الاخر الوقفه نفسها بتساعدني الملعب كان الملعب صعب جدا حتى ايام الحرس لما كان في الممتاز، او يعني في بيستغل ده. الفترات الاولى صح مع اللي كان بيلعب الاهلي والزمالك والفرقه الجيل الذهبي بتاع الحرس، صح كان بيستغل ده كويس جدا. صح. هي دي وفي فرق بتحب اللي هو ايه، لا انا العب على ملعب واسع، يعني مم. انا عندي لعيبه كويسه وبدنين كويس فالعب على ملعب واسع، ما اديش ميزه للفرقه اللي قدامي. مم. فالميزه دي لما تروح للفرقه اللي قدامي وانا ما اقدر مش طبعا انا فرقه بلعب على بطوله، ففي كل العوامل انا لازم العب ولازم خلي ادي. بالك يا ابو العيله برضه نقطه تانية، عشان برضه يعني نتفرج على كوره زي بعض يعني فاهم طبعا قصه ان انت بتلعب على ملعب واسع مثلا، فانت عايز لعيبه مثلا جرايه بتلعب على تحولات اكتر شويه، بتلعب على ملعب ضيق، فانت عايز لعيبه تلعب استحواذ، تعرف تلعب في مساحات ضيقه او كده، بالظبط. فانت دي تفرق معاك كتير قوي. طبعا تفرق. وبعدين كمان انا بقول لك انت المنافس هو هيستغل ده ازاي، هو مقرب المساحات من بعض فبيلعب كونتر اتاك، عنده سرعات اعلى منك. انت ممكن مثلا لعيبه الخط اللي قدام مش في يومه، انت مثلا في بيراميدز بتلعب شويه عرضيات كتير، معتمد على مهاره ابراهيم عادل، على الجامب بتاع مروان وفيستون مايلي، استون مايلي عندك وكده عناصر انت في الاخر ماشي بيها من اول الموسم. مم. لو الملعب شويه ما خدمش اللعيبه دي وهم مش في حالتهم هتلاقي الموضوع شويه رخم. وهي دي خلي بالك صعوبه يعني عموما مسابقه الدوري في كل
بلدان العالم او كل المسابقات ان هي مسابقه طويله، عايزه نفس طويل، وعايزه فرقه يكون عندها تنوع وعندها سكواد كبير، صح. تعرف تلعب ده امتى وتلعب ده امتى، وبرضه استقرار فني ان انت مثلا المدير الفني بتاعك. يعني عندك الاهلي مثلا ضيع كتير قوي ايام كولر، يعني ممكن نتكلم عن كولر بعد كده، بس انا بتكلم إن ضيع كتير مثلا ايام كولر. بعد كده لما حصل تغيير شويه الدنيا ظبطت. عايز انقل بقى معاك على كابتن عماد النحاس. احنا مش هنقدر نسيب تجربه المقاولين غير ما اتكلم معاك على نقطتين، عماد النحاس ومحمد صلاح. عشان محمد صلاح اكيد انت هيبقى عندك شويه كلام كمحمد صلاح، يعني لما كان موجود في المقاولين، او ايه الاحداث، قصص اللي حوالين محمد صلاح. ابدا بقى باللي انت عايزه. نبدا بصلاح. ماشي. الصلاح انا ما عاشرتوش او ما عاصرتوش في التوقيت اللي هو كان فيه كلاعب كوره يعني، بس كنت بشوف يعني ببقى موجود في النادي. كنت انا ساعتها مبطل من بدري، وبعدين كنت بتلعب في اشتغلت في المقاولين النادي. اصلا صح؟ كنت بلعب في المقاولين. مم. وبعدين اشتغلت في المقاولين بقى في اكاديميه المقاولين في البراعم وفي الناشئين قبل ما اروح كان واعمل صلاح شيفت موجود كارير. ساعتها في صلاح كان موجود في البدايه قبل ما يسافر، يعني قبل ما يسافر بازل. وكان في موقف كان المهندس محمد عادل بيتكلم مع صلاح ان كان في التوقيت ده كان جاي له اهلي وزمالك، وكان معاه في الفرقه كان باسم علي، وكان محمد فاروق، وعلي فتحي، وشريف علاء تقريبا. فاللعيبه دي كانت بارزه قوي في المقاولون وقتها. اكتر من صلاح ها. اه وكان في تمام. لعيب اسمه زيكا، طبعا كلنا عارفين اه زيكا ده كان لعيب كويس قوي جدا. جدا. وكان صلاح كان ساعتها، خلي بالك، صلاح كان بيلعب باك ليفت. باك ليفت. كان في الاول باك ليفت. مم. كابتن محمد رضوان جابه من باك ليفت لعبه جناح. مم. تقريبا كان في حد غايب بيجربه حاجه كده يعني. فصلاح لما المهندس محمد بيكلمه في اللي هو انت جاي لك عروض من الاهلي والزمالك، فحابب تروح فين؟ مم. رد صلاح ان هو لا، انا شايف نفسي بره. ودي تاكد لك ان صلاح من هو صغير او مختلف. من مختلف، والتارجت بتاعه مش هنا. مم. ان انت سقف الطموح برضو بيختلف من لعيب للعيب. يعني في لعيبه مثلا تيجي تقول لك انا امنيه حياتي اروح الاهلي، اروح الزمالك، اروح فلما المنتخب. يروح الاهلي خلاص يبقى احنا خلاص هو بالنسبه كده له حقق. جبرت بالنسبه له كده بالظبط. خلص. التارجت بالظبط التارجت اه. حقق. خلاص ما فيش. انما شغف محمد صلاح ان هو يطلع بره يعني ده كل موقف مرحله. غريب جدا على فكره انت بتتكلم فيه. يعني ثلاث لعيبه، واحد لعيب قال لك اهلي، ولعيب قال لك زمالك، ومحمد صلاح تقريبا ما كانش لسه ظهر قوي، قال لك انا قال لك انا عايز العب بره. يعني متارجت. قدامه اهلي وزمالك، بس هو شايف نفسه امكانياته في حته تانية خالص. بالظبط. فانت بتتكلم عليه كان عنده كام سنه تقريبا؟ يعني صلاح وقتها مثلا كان 17 سنه 18 سنه يعني 17 سنه دي تقريبا ده الايه اللي هو الديدلاين بتاع اللعيب عندنا لما بيموت في مصر تقريبا. يعني اللعيب عندك اصلا عالميا ان ده هامش التطور، او اللعيب لما بيبدا يتطور وتبدا توظفه بقى وتغير مركزه وتشوفه بدنيا يبقى قوي ولا وذهنيا بيعمل ايه، وهل مهتم بالتغذيه، مهتم بالحاجات دي. اول ما اللعيب عندنا بقى من 16 وطالع بيحصل المشكله دي. فانت صلاح اصلا في الوقت ده عنده هدف ومفكر ومرتب اموره ومرتب دماغه. واكيد مش تبقى هو مش هيبقى الرد لحظي، هو الرد هو عارف مفكر له. وعايشه ومفكر له انا بكلمك في كده. وشايف نفسه منظم، يعني منظم بالظبط. تفكيره، مش هو مش بيرد على واحد صاحبه مثلا في بالظبط. القهوه ولا حاجه. ده مش ده انا راجل نفسي بيتكلم اطلع عن بره مشرف وانا العام في على الاخر الكوره اروح يعني. صح. يعني في الاخر انت عايش اللي انت بتقوله من قبل ما تقوله. انت عايشه وبتحلم بيه ونفسك تحققه وبتشتغل عليه. مش فكره ان انا بقى، ما في كلنا بنحلم، بس هل انت بتشتغل على حلمك ولا لا؟ دي اللي كان عملها محمد وعملها محمد من الحلم بدري. سهل يعني جداً. مشروع للكل، بس انت بتعمل ايه تجاه حلمك ده بقى، هي دي الفكره. صح. والخطوات اللي انت هتاخدها. طبعا كل واحد فينا في مجاله، مش لازم في الكوره، كل واحد زي ما بيقولوا راس ماله دماغه. يعني في طبعا. التفكير صلاح كان مختلف، فعشان كده ربنا وفقه. وربنا يعني بيكرمه، بيقف جنبه في لحظات او في اوقات ان انت تغير، ان انت تروح الدوري الانجليزي وبعدين ترجع تاني من على باب تشيلسي، وبعدين ترجع تاني فورنتينا، وبعدين ترجع تاني. الموضوع كان صعب. حتى كمان هو عشان باين لك شخصيته من هو في المقاولين لما راح تشيلسي، وبعدين طلع بره طلع انجلترا بره، تاني. فخلاص بقى اي حد واتكلم على يتكسر. التجربه دي قريب على فكره. آه. لسه من كام يوم لسه كان بيتكلم، مش عارف انت سمعت التصريح ولا لا. لا. قال لك ان تجربه تشيلسي بالنسبه له كانت تجربه مهمه جدا، مم. وما جابش سيره الفشل. يعني قال لك دي بالنسبه لي كانت تجربه مهمه ان انا ترجعه تاني. وان انا فكرت هل انا يعني هكمل مش هكمل. وبالنسبه له ان هو اول ما لعب في تشيلسي وعصر الاجواء دي قال انا هرجع انجلترا تاني. يعني كان عنده اصرار. في ناس تقول لك خلاص بقى ده مش مكاني، دي مش بتاعتنا يا عم، الكار ده مش كارك انت. ايوه. ارجع أنا ولف خلاص بقى، أنا تاني بقى، جربت خلاص نروح خلاص. نلعب في بازل بقى ونرجع أيوة، اهلي أيوة. وزمالك تاني زي مثلا
لعيبه كتير عملت. بلس ان هو كمان في الانديه اللي هو كان قبل ما اللي لعب فيها وقبل ما يروح تشيلسي هو كان مسمع مم. وكان نجم. فلما يروح هنا يبقى زيه زي بقيه اللعيبه وفي خلي نجوم بالك ده عليه. مورينو اللي اصر عليه. هو يعني اصر مورينو عليه. اصر على محمد صلاح انه لازم يجي. دي حقيقه، هي معلومه بس مغلوطه عند الناس، تقول لك ان مورينو هو اللي مشاه. بالعكس، هو اللي كان مم. طالبه ما وهو كانش اللي عايزه يمشي على جابه، فكره. ما كانش عايز يمشي. مم. بس طبعا توفيق ربنا فوق كل حاجه، في ان صلاح ياخد الخطوه دي عشان يروح. ممكن انا في توقيت انا مش قدير او انا مش على نفس المستوى بتاع الحدث اللي انا موجود فيه دلوقتي. مم. لو انا رحت واشتغلت على نفسي وطورت وكده، وممكن ارجع لنفس المكان لا ابقى قده اكبر منه كمان. خلي بالك ابو العلا برضه في حاجه، انت بتتكلم في لعيب ذكي، مش ان هو يقرر ان هو هيروح يعني هيكمل في الدوري المصري ولا يطلع بره. لا، هو مثلا لما بيروح تشيلسي هو بيستفيد من القصه دي وعامل مخطط لحياته. يعني هو صلاح اكيد. لحد دلوقتي بيتكلم على الجانب الذهني وان هو بقى اقوى ذهنيا. ولما برضه الناس اتريقت على قصه المينتاليتي والحاجات دي، مش عارفه ان مثلا قصه المينتاليتي دي بقت اهم حاجه في لعيب الكوره. صح. فمحمد صلاح بعد ما عدى التجربه دي او بعد ما وصل للتجربه دي، هو قال لك انا هرجع خطوتين لورا. فخطوتين لورا دي احيانا بتبقى مفيده في الحياه لاي بني ادم. يعني ان هو ممكن يرجع خطوتين لورا ويبص حواليه ويقيم التجربه، ياخد اتجاه تاني ممكن يكون احسن كتير، ما يقعدش صح. يناطح في حاجه. او ان هو مش يرجع خطوتين لورا بقى زي لعيبه كتير، زي امام عاشور، زي لعيبه كتير مثلا بعد ما يروح يجي راجع بقى 100 خطوه لورا. مم. او لعيبه مثلا تكنسل التجربه وتكنسل حلمه وكنسل كل حاجه. فبتكلم ان انت بتتكلم محمد صلاح في وسط الموضوع بيعرف يدير نفسه ويدير دماغه وموهبته كويس. صح. وبعدين هو عانى برضو، خلي بالك برضو حته اللغه وان تعيش لوحدك والغربه موضوع يعني مش سهل، موضوع صعب جدا. تقول لي بقى النقطة تاني بتاع اللي احنا حاجات بقى طبعا قصة المقاولين. انت وانت في النادي كان بعد ما اتخير ان هو يطلع او يروح الاهلي او زمالك او يروح الاحتراف. صلاح كان ساعتها كان منتخب مصر، كان منتخب مصر شباب. الشباب مع الكابتن ضياء السيد. وكان هو من صغره يعني زي قائد او ليدر، هو عايز يلعب ماتشات كبيرة، بيحب ان هو ما بيخافش. كل المواقف اللي عدى بيها صلاح يمكن انا مش كنتش قوي ما قريب كنتش منه. مم. يعني عايش قوي الفترة دي في النادي، بس انا كنت اسمع حاجات اللي هو كان لا كان لعيب كويس، كان لعيب ملتزم، كان لعيب بينفذ تعليمات، لعيب بيشتغل على نفسه، بيجي بدري. حتى لما كان الفترة اللي كان قاعد فيها في الاستراحة كانت الناس كلها بتشهد بأخلاقه وبتشهد ان هو لا لعيب مختلف فمن صغره هو عنده التارجت ده. زي ما انت ذكرت امام عاشور او لعيبة كتيرة كانت سافرت ورجعت. هي الفكرة ان انت ما بتقدرش. انا مثلا هنا في مصر بمشي في اي حتة ناس بتسلم عليا وتصور معايا فالحتة دي تروح هناك بقى انا هروح بيبقى بره زيرو مش اصلا. موجودة. البيئة اللي انت حواليك ماشي زيك كلها. زي اي حد ماشي في مم. الشارع. فدي بتعمل لا انا ارجع رابطة كبيرة بلدي بقى، قوي. ارجع مم. بلد ان انت سحبت منك كل الصلاحيات وكل المميزات اللي انت والناس اللي حواليك، ولما بالظبط. بتزهق بتروح لده. موضوع صعب. ارجع بقى اخد الشغل اللي انا كنت واخده في بلدي مم. وبتاع، انما انا اتنازل عن كل ده عشان انا هعمل ده مضاعف بعد كده. مش اي حد يعمل. وزي بتكلم عن منتاليتي برضو، هي الفكره فكره زي ما انت قلت. اللعيب دلوقتي او الكوره عامه دلوقتي كل ما التاكتكس دخل في الكوره وخلى الفروقات مش كبيره والمهاره مش هقول لك اتمحت بس قلت شويه. فبقى الموضوع كله او 90% منه ذهني. مم. انت جاهز ولا مش جاهز؟ انت عايز ولا مش انت عايش ولا مش عايش عيشه الاحتراف؟ ولا فكره ان انت بقى لا انا يوم وخلاص اللعيب بروح جوه اتمرن الملعب وامشي وبره الملعب. بالظبط. عايز اخد منك بس في نقطة مش عايز افوتها. انت واحنا قاعدين بره كنت عمال تتكلم معايا بتقول لي ان المقاولين ما استفادش قوي بالنقطة بتاعت محمد صلاح دي. لفتت نظري وفلاش جامد جدا. لان اه انت يعني تخيل انت نادي عنده لعيب من احسن لعيبة العالم ولاعب من احسن لعيبة الدوري الانجليزي وراجل بقى اسطورة في انجلترا وفي ليفربول. يعني نادي زي ليفربول ما هوش مثلا اسطورة في الدوري التركي مثلا ولا حاجة. ونادي اللي هو مطلعه اساسا مقاولين كان ممكن عمل براندنج وكان عمل حاجات كتير قوي في القصة دي. اقوى دوري في العالم، يعني انت مم. بتتكلم في اقوى دوري في العالم، متشاف، العالم كله يعرفه. الناس كلها عرفت مصر من خلال محمد صلاح عرف النادي. المقاولين على فكرة. انا بقول لك مم. النادي كمان اللي هو طالع منه مم. في مصر نادي المقاولين. فانت ممكن تعمل فيه توأمة، ممكن تعمل حتى قطاع الناشئين نفسه كان يستغل اكتر من كده. فكرة ان يعني الموضوع الاستثماري ده في الكورة انا مش حابه بصراحة. تجربة انا شايفها فاشلة، وشايف ان هي خلت ان في لعيبة كتيرة
تتظلم ان انت ما بتدخل لعيبه او الموضوع بقت في حته قايمة على الفلوس. الفلوس شوية اي طبعا. مع الفلوس انت بتجيب لعيب خلاص، اللي معاه فلوس يلعب، اللي مش معاه فلوس هي مش امم هيلعب. عارف الفيفا ومعظم. ابو العيلة، معلش أنا اتفضل. الفيفا عامل مشروع ان هو ان اي حد عنده الحق انه يلعب كورة، وان الموضوع ده قايم اصلا لان زي ما انت بتقول ان هو الكورة بقت داخل فيها قصة فلوس. فايه ذنبي انا مثلا لو انا فقير مثلا او طفل فقير او كده ومعيش فلوس ان انا العب؟ دي خلي بالك بتهدر مواهب كتير جدا. طبعا. اسالك على حاجه، انت سمعت كام مره تجربه لعيب بقى نجم وكسر الدنيا وكان في بدايه حياته بيعاني واهله بيعانوا، وهو لما نجح وعمل لهم كذا رونالدينو وعملوا وبيليه بقى وروماريو وكل الناس دي كل مثلا، الناس ده دي. في البرازيل بس. فانت في الاخر بتديك برضو مدلول ان هو في الاخر الكوره لعبه او مش مرتبطه شويه بالفلوس، مرتبطه مم. شويه بالناس اللي بيقولوا لعبة حالتها الفقراء، يعني الاجتماعيه لعبة الفقراء. بالظبط مم. قليله. فانا ليه افقد ده؟ انت تيجي بقى تعملها ان هي لعبة الاغنياء دلوقتي. بالظبط. وليه كمان احدد زي ما انت بتقول ان اه. انا احدد لا اللي معاه فلوس يلعب واللي مش معاه فلوس؟ والاكاديمية دلوقتي ابو العلا بقى مصاريف كبيرة، يعني انت جدا. دلوقتي بقى في مصاريف اللبس ومصاريف كده الحاجات دي، لو ايام صلاح بتقلي ما كانش لعب اصلا. ما كانش داخل صح. هو والناس تانية. اه. فانت انا بكلمك، بص انا ما عنديش مشكله ان ده كان ممكن يحصل في اي نادي تاني. مم. في المقاولين الموضوع شويه لا، ان انت زي ما انت بتقول انا عندي ماركتنج لوحده اصلا يعني عامل نفسه. مم. صلاح والنني كان وقتها، مش عندك صلاح حاجة بس كمان. أيقونة، يعني في عندك في أندية بتشتغل مدى الحياة ما بيبقاش عندها لاعب ربع صلاح. صح صح. فانا كنت استغل صلاح ده في الاختبارات ان انا اطلع ماشي، كل أندية الدوري المصري كلها ما عندهاش، ما حصلش معاهم الميزة دي. ان وجود حد يروح لبعيد قوي كده طبعا. في الدوري الانجليزي. يعني حتى الزمالك لما راح ميدو راح للدوري الانجليزي، بس برضه فرق مش ليفربول وما قعدش السنين دي. مم. حتى عمرو زكي نفسه لما راح ولعب في ويجن وبرضه ما كملش. فانت في الاخر ما فيش نادي اتحط على التراك ده من خلال صلاح، في ان الناس تعرف ده مين ويشوف. وحتى كمان كان في فترات، على فترات متباعدة يعني كانوا بينزلوا يعملوا تقارير على صلاح وان هو كان كتير جدا. مين اللي مرنه، وكان قاعد فين وكان بيعمل ايه والهيستوري بتاع حياته قبل كده. فانت في الاخر ما عرفتش تستغل ده. مم. يعني ما عرفتش تخيل تستغل انت ده. لو نادي زي برشلونة مثلا او كده، لما بيجي يركز مثلا على يمين يامال مثلا دلوقتي مثلا، او زي ميسي او كده، شوف بيجيب له تصوير لحد دلوقتي. على فكرة الأكاديمية بتاعت اللمسية بتاعت برشلونة لحد دلوقتي في لعيبة عندها مثلا 8 سنين وبتاع مصورينهم ومصورين لهم ماتشات وبيحاولوا يسوقوهم وبيبلان معاه. قصة ان الماركتنج دلوقتي بقت الإدارة الرياضية دلوقتي ليها علاقة كبيرة قوي في الكورة طبعا. دي، ان انت تعمل تسويق وان انت تخلي النادي مثلا يبقى عنده نقطة، حتى لو نقطة قوة بسيطة تشتغل عليها وعلى اساسها تدخل فلوس وتعمل وتحاول تكبر النادي ده يعني. بتتدخل كمان في الارقام، بتتدخل في الفاليو بتاع اللعيب، بتتدخل في القيمة التسويقية بتاعته، بتتدخل في الجوائز اللي بياخدها. الحاجات دي كلها موجودة في العالم كله. بس انا بقول لك اشوف احنا ليفربول اصلا بيستفيد بصلاح دلوقتي ازاي، يوديه مدارس، يوديه انديه، البوستر بتاعه كل شويه عامل معاه حوار، كل يعني الموضوع بيستفيد بيه يوميا تقريبا. طبعا. انت راجل دافع له عقد، فلازم يكون قصاد الكلام ده هي كتجاره، ان انت في انكم، انا بصرف عليك 10 فلازم يدخل ال10 يدخل 100. صح. الميزة الوحيدة اللي كان عملها نادي المقاولين في موضوع صلاح ده هي نسبة عقد البيع. مم. ان انت بتحط نسبة في البيع في لحد العقد دلوقتي زمان لحد اه. دلوقتي، ان انت مم. في اي انتقال او اي موسم بتنجح فيه او اي بطولة او اي مش عارف النسب بالظبط، بس كانوا حاطين نسبة إعادة بيع، حاطين نسبة لو مثلا توج بالدوري يعني. فدي الاستفاده المباشره الوحيده اللي استفادها. ممكن وقتها في كان استفادات كتير بقى غير مباشره لحد بالظبط. دلوقتي. انت لو المقاولين مثلا جاب اداره تسويقيه بشكل كويس، احنا دلوقتي بنشوف الاهلي، بنشوف فاركو، بنشوف يعني انديه كتير بتهتم بالقصه دي سواء على السوشيال ميديا او بره السوشيال ميديا. يعني فاركو مثلا، يعني طالما ذكرنا اه فاركو، شايف. فاركو دلوقتي استغل ان وجوده في الدوري الممتاز، هو ولا عنده جماهير، مع جماهير وعددها يعني قليله شويه، مم. لكن قادر ان هو اسم فاركو يبقى معروف ويسوق على اساسه، عنده منتجات معينه قادر ان هو يدمج الكلام ده ويحصل بيه استفاده ماديه. صح. انت زي ما قلت لك، انت كان عندك براند تقدر انت تشتغل عليه، فالموضوع كان سهل. وفي بداية صلاح ان الموضوع كانت كل الناس راحة. عايز اقول لك احنا كنا بنتكلم في فكرة ان كل لعيبة صغيرة او كل اولياء الامور
شايفين لعيبه الكوره دلوقتي بيعملوا ايه والحاله دلوقتي الاجتماعيه مش عايزين ازاي يدخلوا وبتاع، طب فمفيش، وجت لا من مفيش. وكله بيلعب كوره. اه. وكان ومرموش اقرب دلوقتي بقى. مثال، اقرب مثال صلاح. بص مم. صلاح عامل ازاي، حتى التيشيرتات، حتى اللعيبه كانت بتروح تختبر بتيشيرت صلاح. اللعيبه في الاختبارات في المقاولين معظمها ليفربول وتيشيرت بتاع صلاح. فشويه ما عرفتش تستغل ده، أنا من وجهه نظري يعني ما طبعا عرفتش تستغل ده خالص يعني. طبعا. انا عايز اقول لك كمان يعني الموضوع الامباكت اللي صلاح عمله مش جوه مصر بس، هو بره مصر دلوقتي مثلا في شركات وايجنسي كتير جدا بتاعت لعيبه بتدور على مواهب جوه مصر يعني. عشان شافوا ان مصر بيطلع منها لعيبه امثال هم صلاح بيشوفوا والنني. دلوقتي انت عندك صلاح ومرموش يعني يعني اه في وقتها دلوقتي بقى في اه مرموش، فده بالظبط. يقول لك بقى ده مصر فيها حاجات، لان مصر دلوقتي فيها انت عندك واحد بيلعب في ليفربول وواحد بيلعب في مانشستر سيتي. لا ده في حاجه كده غريبه. وقبل صح. مرموش ودلوقتي بقى دول اوروبيه كتير جدا بتدور على مواهب في مصر. هو ده كمان عايز اقول لك، لو انت بصيت من الناحيه التانية يعني يقول لك مثلا ايه، طب ليه النجاح يبقى فردي؟ يعني ليه النجاح يبقى فردي عشان لصلاح صدفه يا ابو العلا. ومرموش ويبقى صدفة؟ مم. ليه انت ما تشتغلش ان انت تطلع كل سنة صلاح واثنين وثلاثة؟ يعني ايه الفكرة ان انت دي موقفاك في ايه؟ يعني عندك المواهب، عندك عندك الكوادر موجودة، عندك انك تسعى وتدور هنا وهنا وعندك موجود. بس زي ما قلت لك انت اللي بيظلم بقى الناس دي كلها، مش هقول لك بقى حتة الواسطة وحتة دي موجودة في الكورة، بس الناس يمكن بصلها بصة تانية خالص. بس انا بكلمك في النقطة دي، لو انت كنت اشتغلت عليها انا كنت طلعت، حتى لو كمقاولين يعني. مش زي صلاح ان برضو ممكن، بس هيبقى في لعيبة كتيرة موجودة في السوق الاوروبي مصريين. المنتخب هيعلى تصنيفك انت كمان هيعلى، انت هتحس ان انت بتعمل حاجة في انتاج، انها مش السنين بتعدي وانت في الاخر دوري واحد وكل لعيب بينجح بالصدفة كل فين وفين. وبالمقارنه انت بتتكلم في افريقيا مثلا دلوقتي بتطلع قد ايه لعيبه بره، والاكاديميات اللي جوه افريقيا بتهيألي ناجحه اكتر من انديه كتير في مصر. بالظبط. وكان في ناس كتير بتتكلم، واحنا طبعا متابعين وعارفين ان احنا في الاخر الاهلي والزمالك بيروحوا افريقيا مثلا في كونفدراليه في دوري ابطال افريقيا، انت بتقابل فرق جامده وكل حاجه، بس برضو معظم كلاس بي وسي المنتخبات، بالنسبه للعيبه يعني. معظم لعيبه الموضوع المنتخبات بيختلف تماما في المنتخبات. بره. يعني وبره. هو بره، انت كلهم في فرنسا وانجلترا واسبانيا كلهم مسافرين من هم صغيرين محترفين. اللغه طبعا بتفرق، ان هم كلهم فرنساوي وانجليزي بيدرسوها وبيتكلموا بيها من اول من هم صغيرين. احنا ما قدرناش حتى نستفاد من الاحتلال من ان احنا نتعلم حته اللغه دي. فدي فرق خلي بالك التواصل ده مهم جدا جدا طبعا جدا في للاعيب لعيبه على كوره. فكره بسبب اللغه اللغه بيرجع تجربته كلها بتبوظ. بتتحكم عليها بالفشل. ممكن يكون صح هو عنده 9 مقومات مثلا، في مقاوم واحد بس اللي هي لغه الاتصال، او انت صح مش عارف تتكلم. خلي بالك برضو محمد، يعني محمد عبد المنعم عنده مشاكل شويه في قصه اللغه، ومدير الفني كان بيتكلم عليه ان هو عبد المنعم لا يعني لعيب كبير جدا وبدأ يتطور وبدأ يتكيف، بس مشكلة عنده في قصة اللغة. يعني تخيل يعني مدير شوف دي فني يطلع يتكلم، ولاعيبه كتير كانت يعني في مثلا في أندية زي كده بيبقى بيسمع للعيبة اللي حواليه هي اللي بتترجم له. مين بقى ياخد باله من النقطة دي ويشوف ان المحترفين اللي هم الافارقة بيطلعوا على اوروبا عشان امكانياتهم اعلى؟ لا، عشان النقطة دي سبب او بيبقى سبب رئيسي ان هو يقدر يبقى في تواصل في ان هو يقدر يكمل بره في ممكن يكون انت ككواليتي اعلى منه، مم. مهارين اعلى منه، فكر اعلى منه، بس الفكرة ان انت اللعيب ده مع الشغل اللي هياخده هناك مع التواصل مع ان الاستيعاب هيبقى اعلى طول ما انت بتتكلم نفس اللغة. في فدي لعيبة على هتفرق فكرة معاه. بتقول لك أنا بنزل السوبر ماركت مش عارف يقول، مش عارف يشتري الحاجة هي أساسا. دي نفسيا اه تخلي اللعيب يركب تاني يوم الطياره ويرجع. طبعا. على فكرة مرموش برضو الموضوع ده مميز جدا فيه، إن مرموش أصلا يعني تشوفه كان بيتكلم ألماني، مم. متعلم لغة ألبانية كويس، بيتكلم إنجليش كويس جدا مع مانشستر سيتي. حتى جوارديولا لما اتكلم عليه قال لك تكيف بسرعه جدا، ده بان في الملعب. وطبعا يعني انت رايح فرقه زي مانشستر سيتي وبتلعب تحت بيب جوارديولا، راجل ما تخضش وبتشوفه يعني من اول ماتش تقريبا، ومعاملته مع هالاند ومعاملته مع اللي حواليه حاجه مختلفه تماما طبعا بعد صلاح يعني. بس معاملته جوه الملعب وطريقته ان هو جه في نادي يعني ترس اتحط اشتغل على طول، ما بالظبط. تستناش بقى اللي هو ايه تقعد 5 6 شهور عبال ما لسه تعمل اللغه ويعرف يتدرب وحاجات كده. فطبعا فرق كتير قوي. عايز انقل معاك على حاجه بقى، على كابتن ايمن رمادي في تجربته مع نادي الزمالك دلوقتي. بص الكابتن ايمن الرمادي بتتكلم ان هو، يعني انا قبل ما اعرف كابتن ايمن الرمادي انا سمعت عنه يعني اشتغلت معاه في قريت. اسوان وفي اه يعني وفي وهو في الامارات هو سيراميكا. برضو خلي بالك
بقاله مثلا حوالي 25 سنة في الإمارات. مم. عمر يعني تقريبا عمره المهني تقريبا بالظبط، اغلبه هو هناك. اشتغل هناك، وهو كان في أندية قعد فيها 5 سنين و6 سنين. ف... فالكابتن أيمن أنا كنت أسمع عنه، وكنت دايما في ناس تبتدي تتكلم تقول لي أيمن الرمادي مدرب مصري شغال ده من قبل في ما يجي الإمارات، اساسا. قبل ما يجي ما كنتش مم. أعرفه يعني. وفي حاجة هقولها لك كده في النص تأكد لك إن أنت طول ما أنت بتسعى لحد في الخير، أنت غصب عنك ربنا هيوفقك يعني أنا كان في، هو كابتن أيمن الرمادي كان جاي مصر لوحده، مم. يعني جاي أسوان لوحده معهوش جهاز. اه. فكان حد مكلمني ان انا اكلم حد يعرف كابتن ايمن الرمادي ان هو ياخده معاه في الجهاز بتاعه. مم. فانا كلمت الحد ده ان هو قريب منه، كلمته ورشحت له الشخص ده، وهو فعلا كويس ونشتغل معاه كمدرب، ان هو جاي لوحده ما يعرفش الدوري المصري وما يعرفش. فكذا مره ساعدته، بس في الاخر هو كان كون جهازه وناس اتعرضت عليه انت فهو اختار بتسعى كذا. لصاحبك ده يعني. لصاحبي. اه. موضوع كده انت مش موجود لا لسه في الصورة خالص، خالص. يعني ففجأة جه احنا كنا شغالين في الاتحاد، انا كنت مع الكابتن عماد النحاس في الاتحاد، وجينا تجربة الاتحاد خلصت ومشينا قبل ما الدوري يخلص بحوالي 5 ماتشات مثلا 6 ماتشات. مم. لا يا ربي، او مش فاكر، دور تقريبا. فجي كلموني بتوع اسوان، انت قاعد دلوقتي فتعالى معانا اسوان كابتن ايمن الرمادي فانا قلت لهم اصل انا مرتبط بالكابتن عماد. فبالنسبه لي كابتن عماد النحاس بالنسبه لي انا مش موضوع شغل، موضوع ان الراجل ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه، فوقف جنبي وساعدني، وموضوع بقى اسري شويه، فبتعامل معاه بحب. الراجل انسانيا كويس جدا، بيتعامل كبني الموضوع بقى يعني. شخصي، عديت مرحلة جدا جدا زميل يعني. العمل يعني، او ان هو جدا. في نطاق العمل دي اه الموضوع بقى فيه مع سنين بقى. انت كام سنة تقريبا كابتن عماد؟ يعني قعدت مع الكابتن عماد 7 سنين او 8 سنين. مم. فانا فبحبه على المستوى الشخصي، حتى بحب نجاحه جدا جدا يعني. بعد كل ماتش انا بكلمه وببارك له بعد الماتش، وببقى فرحان جدا لنجاحه يعني. الراجل هو يستاهل بصراحه يعني. فانا رفضت، مش رفضت ان انا يعني بتنك، لا رفضت ان انا انا كنت على فكرة كنت قاعد مع الكابتن عماد، واحنا قعدنا في البيت الفتره دي 3 شهور او 4 انا شهور. كنت معاك ايامها على فكرة، انت ايوه القصة صح. بتاعت اسوان. ايوه. فاحنا ساعتها كنا قعدنا فتره. مم. فكان تجربه اسوان اللي هو ايه، طب انا هروح، طب عماد لو جاله حاجه فهيرجع استنى يكلمني، كابتن فانا في عماد الاخر ولا فانا ذوقيا خلاص احنا جهاز قاعدين مع بعض، والراجل مرتبط انا بيه، وكل ما نروح مثلا مكان فبيكلمني وبياخدني، خلاص فرفضت. قلت له مم. معلش انا بالنسبه لي عماد يعني. ف بالليل لقيت كابتن عماد بيكلمني، مم. انت مش عايز تروح اسوان ليه؟ فانا قلت له يا كابتن انا مش عايز اروح اسوان، مش ما اعرفش الطريق يعني، عايز اروح بس انا يعني انا الفكره بعرف كلها اروح اسوان عادي. يعني مش مشكلة. انا الفكره ان انا مرتبط بيك اه. وان احنا موجودين فقال لي لا روح، وانا لو جالي حاجه هكلمهم ان انت اولويه، ان انت الراجل بتاعي، فهترجع تاني معايا مم. قلت له خلاص ما دام جت منك انت خلاص. بس حلو قوي من كابتن عماد بصراحة. جدا. مش حد بيعمل كده على فكرة في وفي حاجه تانية هحكيها لك برضو على عماد، كانت في المنتخب. انا عمال اقول لك كابتن عماد وانت عمال تقول عماد. ماشي. صاحبك انت كده. لا الكابتن عماد، انا اه. انا علاقتي ما انا بالكابتن فاهم عشان عماد. انت علاقتك اه مختلفة بالظبط بيه. يعني. ف... ف... فهو كلمني، فقلت له خلاص ما دام انت جت منك انت خلاص. مم. كلموني تاني بتوع اسوان، ورحت قعدت، كانوا هم معسكرين هنا، فرحت اتقابلت مع الكابتن ايمن الرمادي ووريته شغلي والراجل اتبسط من شغلي وقال لي انت كويس وبتاع، بس هتكمل معانا. في اول اجتماع ليا معاه ومع الجهاز، فانا قلت لهم كابتن بس انا عايز اقول حاجه، انا بالنسبه لي كابتن عماد النحاس لو جاله اي حاجه انا هرجع مم. معاه، مم. ان انا اولويه بالنسبه لي الشغل ده في مع اول الراجل ده اجتماع. يعني. فقالوا لي طب خليها لوقتها يعني، انت مكمل معانا بس سيبها لما على تيجي الله، لوقتها يعني. سيبها على الله وكده. قلت لهم بس انا حبيت ان انا ابقى صريح اه اه. عشان برضو يعني. قالوا لي خلاص ماشي. ف مشينا مع اسوان، لعبت معاهم 16 ماتش. مم. كان فاضل ماتش واحد على الدور الاولاني يخلص، فالكابتن عماد جاله اتحاد. جاله الاتحاد. مم. وكنا كنا يوم الاربع في معسكر في برج العرب هنلاعب الاتحاد واحنا في اسوان، مم. والخميس ماتش. فالكابتن عماد انتوا كان هتلعبوا اول الاتحاد؟ تمرين، لا سوري الجيش اه مش الجيش. الاتحاد، اه. الجيش. احنا كنا هنلاعب الاتحاد، احنا في اسوان هنلاعب الاتحاد، والكابتن عماد جاله الجيش، فكلمني يوم الاربعاء في المعسكر بعد المحاضره.
فانا قلت له يا كابتن انا عندنا ماتش بكره، فانا مش في دماغي اي حاجه اصلا خالص، وان انا مم. اكلم حد من الاداره او اكلم حد في الجهاز دلوقتي صعبه يعني، فخلينا بس الماتش بكره يعني يخلص على خير وانا بعد اكلمك كده يعني. نشوف. فجيت كابتن عماد قال لي انا بقى حطيت اسمك وانت معايا قلت له طيب خلاص ماشي. فجينا لعبنا ماتش الخميس، خسرنا 2-0، فرجعنا في الاتوبيس فانا مش عارف اعمل ايه. كابتن ايمن الرمادي يعني ما بحبش يخسر، طبعا والموضوع صعب وراجعين في مش الطريق، عارف تروح له وهو اصلا. ساكن في اكتوبر، اه. وهو احنا في الطريق راجعين هو نزل اكتوبر. مم. فانا مشيت وروحت الخميس وبتاع، وكابتن عماد كلمني طب انت التمرين بكره الساعه 3، فانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اكلم حد، وما ينفعش تروح الراجل ده ما انزل التمرين من غير ما اقول له طبعا ولا استاذن حد من الاداره. انت ما بين نارين. انت دلوقتي بدل ما كان كنت لويال لحد وفي انتماء لواحد بقوا اتنين. فبقوا اتنين، الراجل ارتبطت بيه واشتغلت مع كابتن واتعلمت ايمن منه، برضو. اه انا اتعلمت منه هاجي لك للنقطه كتير. الفنيه دي، لان انت قلت لي ايام ما كنت بقعد معاك كنت تقول لي الموضوع فيه لا طريقه رهيب مختلفه رهيب. فالحته دي فانا طب اعمل ايه؟ اكلمه في التليفون ما بيردش، مم. اكلمه ما بيردش، فانا ما ينفعش الا لما اخد منه كونفيرم ان انا همشي. مم. فاعمل ايه؟ قمت كان تاني يوم الجمعه، رايح له البيت. خدت العنوان و والله خدت العنوان من حد وقال لي عماره كذا ومكان كذا رحت هناك صليت الجمعه، مم. وفضلت قاعد، صورت العربيه بتاعته وصورت العماره، قلت له مباحث بعتها له على الواتساب، مباحث. كابتن واقف تحت ما بيردش، اه. اكلمه ما يردش، نهار فبكلم حد ابيض. من مجلس اداره، قلت لهم خلاص بقى يا جماعه انا عملت اللي عليا، فاكلم حد من اه مجلس اداره اسوان انت اقول له قاعد تحت البيت ده انا بقى تحت كله. البيت كل ده، انا معادي في الجيش الساعه كام؟ اه 3، اه قاعد من بعد الصلاه مثلا من 12، فانا كنت هناك الساعه خلاص في 11، في تدريب بقى. خلاص مستني بقى اه ان انا. اه فكلمت الكابتن ما بيردش، في الاخر كلمت حد من مجلس اداره قلت له انا حصل كذا 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 وانا واقف مستني الكابتن، فمش عارف اعمل ايه يعني. قال لي طب احنا مستنيين المكالمه دي من بدري، احنا عارفين ان انت اسمك نزل هناك قلت له انا ما ينفعش امشي اسمك نزل في في الاتحاد. الجيش، في الجيش. اه. فما ينفعش امشي من غير ما اقول استاذن من الراجل. مم. فالمهم فين وفين الكابتن بيكلمني مم. طب انت فين؟ قلت له انا تحت، طب انا اطلع، تحت فطلعت البيت، افتح الباب هتلاقيني. طلعت البيت. فبقول له، فهو بيقول لي ايه، بيقول لي بص انا عارف ان انت محترم وعرض الجيش اكيد هيبقى اعلى. قلت له خالص، اصلا كمان. الموضوع ملوش علاقه بماديات خالص، مم. فليه علاقه بان عماد وان انا مرتبط بيه وان الراجل ده يعني ساعدني وقف جنبي وليه فضل عليا بعد ربنا، فانا ما ينفعش يندى عليا فاقول له لا. مم. فرحت، فدي الفكره يعني، انا عارف ان انا مشيت باخد ساعتها قرار، من فانا اسوان. باخد قرار ان انا امشي من كابتن كابتن ايمن ايمن سابك الرمادي، ساعتها. ان انا اخد قرار ان انا امشي من الكابتن ايمن قرار الرمادي صعب. دي لوحدها صعبه. مم. وحتى قلت له ساعتها، قلت له بص انا عارف ان انا ممكن بالقرار ده اخسر، بس انا ده يعني انا اتعودت على كده ومتربي على كده فبقى هو بقى نوع من العرفان رد الجميل ده موضوع اصول يعني. يعني. اه يعني وربنا يجمعنا بقى بعد كده تاني، دي مش ربنا يجمعنا في سيراميكا بعد كده. يعني فلقيته بقى ايه لا ده في اسوان بقى، بعد كده انا قصدي بعد انت كده في رجعت له اسوان، بقى. في اسوان رجعت اسوان تاني. اللي اه. حصل ايه، فقال لي ده بص انت كنت واضح وصريح من الاول ان انت فانا قلت لي لو احترمت عماد فيك ده. جاله كذا 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 هترجع وانت مرتبط بعماد و... و... وربنا يوفقك بصراحه كان يعني كان كابتن كان متفهم تعامله تماما متفهم موقف الموقف وبتاع ومشيت. واحترم علاقتك بكابتن عماد وكده. ف... موضوع الجهاز الفني ده يعني في ترابط يعني خلاص، جدا ده هم وراحه افراد يعني، عايشين مع بعض اصلا. الناس مبتبقاش عارفه ان جهاز فني ده بيبقى ليل نهار مع بعض ومعسكرات وراحه وفنادق. كمان، وانت طبعا المعلومه هتوصل لك ترتاح بدل ما لحد، صح وحد ان هو كمان بيحفظ المعلومات والحاجات دي. صح انا مش جاي اطلع منك معلومات عشان انت دلوقتي خلي بالك انت معاك اسرار حربيه. معاك كابتن ايمن الرمادي وكابتن عماد النحاس، كل واحد في كل واحد فرقه. ليه ايوه والاثنين اهلي وزمالك دلوقتي ما انا بتكلم في كده. فرحت مع كابتن عماد، تجربه الجيش ما كانتش احسن حاجه، مشينا، قاعد كده في البيت بالصدفه لقيت الكابتن ايمن رمادي كلمني تاني يعني خلاص بقى كان اللي فاضل هو خلاص فاضل 4 ماتشات الدوري يخلص، مم. انت فين؟ فقلت له في البيت، طب احنا محتاجينك، طب فسافرت تاني يوم، كنت واخد قطر النوم ورايح على هناك على طول على اسوان يعني. مم. فرحت قعدت مع الراجل، ما اتكلمتش بقى في اي حاجه، انا كان همي ان النادي اللي انا اشتغلت فيه ده حتى لو يوم يقعد ما يهبطش. اللي هو اسوان خلاص كان عنده فكان فاضل مشكله. 3 ماتشات، كان ماتش المقاولين تعادلنا 1-1، الاسماعيلي 1-1، جينا ماتش الداخليه اللي هو الاخير ده سيناريو ربنا ما يكتبه على حد يعني بصراحه يعني كان غريب، 2-0 ل 2-2 انتوا كسبانين ولا خسرانين؟ خسرانين 2-0 اه
تعادلتوا تعادلنا 2-2. 2-2 ده سير الماتش. بالنتيجه دي مع الماتش التاني كان المحله تقريبا ومش عارف الحرس او تستنوا. حاجه، احنا نقعد في الدوري. مم. جون في الدقيقه 40 وجون في الدقيقه 43 فيخلص الماتش 4-2، فالداخليه تقعد واسوان ينزل. كان سيناريو ده الاصعب في حياتي، مم. في حياتي يعني ما ضغط نفسي رهيب جدا. وزعل. جدا. وقعدنا بقى بعد كده طبعا كان اخر ماتش فرجعنا، فالتواصل مش احسن حاجه. بعديها الكابتن ايمن جاله سيراميكا، الكابتن ايمن كان ساعتها كان مسافر مم. الامارات خلاص مم. يعني. رجع تاني. يعني و يعني القدر بقى جاب ان هو موضوع سيراميكا ويجي يتفتح تاني، فالكابتن سافر اعتذر، الكابتن مم. محترم جدا يعني، فسافر اعتذر للناس هناك وبعدين رجع كمل في سيراميكا وبعدين كلمني فروحنا اشتغلنا، فقعدنا فتره سنه ونص، سنه و8 شهور في سيراميكا برضو، مم. وعملنا نجاحات تجربة كبيرة قوي بتاعت جدا. السيراميكا دي. انا شايف اكيد فيها اثارة جامدة، خصوصا ان انت عندك كمان يعني مع كابتن ايمن رمادي لعبت ماتشات كبيرة، كسبت بطولات، لعبت مع لعيبة كبيرة، يعني كان معاك لعيبة كبيرة قوي مثلا منهم قندوسي. كان مين ابرز اللعيبة اللي كانت موجودة؟ عايزك تحكي لي على القندوسي برضو. طبعا القندوسي ربنا يشفيه ويعافيه ربنا طبعا، يشفيه. اصابته إصابة صعبه كبيرة. جدا يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله يرجع ويرجع احسن من الاول، وعلى مستوى الانساني كويس جدا جدا ومحترم وراجل ومحترف بجد. شويه الجزائريين برضو يعني تحس ان هم يعني عندهم مبادئ، عندهم مم. مبدأ مش وفي الكوره بقى هو ما يستناش حد يعلق عليه يعني. هو مم. عشان انت دايما طول الوقت انت محترف، فجاي هو نموذج للاحتراف، وبيجي بدي ملتزم في الملعب، بينفذ ذكي جدا، بيحفظ بسرعه التكتيك، لا عنده مميزات كتيره. طب انت شايف كولر مشاه ليه يعني؟ ما كانش مقتنع بيه ليه؟ هو قال لك حاجة زي دي مثلا او كده يعني بعيد؟ انا ما اعرفش، ممكن او هو اصل قال له اساسا؟ اصل عندنا مديرين فنيين ممكن يستبعد حد لمده 10 سنين ولا حاجه، ما يقولوش انت ليه، او مثلا مش خلال ماتش واحد او خلال فرقه ممكن اقعدك ما اقولكش ليه. ما انا ممكن صح، اقول لك على النواقص بتاعتك اشتغل تعملها عليها. وتشتغل تاني عادي، صح. ايه المشكله؟ وبعدين لو عمل واشتغل يعني، لو اشتغل عليها ورجع انا كسبان في الاخر، طبعا. انا اللي عايز ما لعيب انت خلي بالك انت جايب لاعب، وهو يعني سواء هو او الاداره اللي جايبها له، فانت ما ينفعش تفقد لاعب وانت في الاخر السيزون ده بيبقى طويل، تلعب بطولات، لعيبه هتحتاجه. بتقع، لعيبه بتصاب، صح. لعيب مستواه بيقع، لعيب ما بيمشي. فانت في الاخر انت عندك 25 لعيب او في قائمه بحالها انت تستفيد بيها. فقول لي بقى، هو كان لو انت يعني عندك يعني ممكن شويه حاجات ممكن فنيه طبعا يعني. يعني هي لو الموضوع فني، وممكن شايف ان اللي موجودين في التوقيت ده بيأدوا الدور اللي هو مثلا دفاعي شويه، هو مثلا في الحاله الدفاعيه مش احسن حاجه من وجهه نظره يعني، مم. ان انت في الاخر لا انا بدافع مثلا بثلاث اربع لعيبه وبثبت معاهم مثلا مروان او حد، فانا مكتفي تقريبا ما بده. كانش مروان جه تقريبا، صح ولا كان جه؟ مع قندوسي. مع قندوسي. مم. لا تقريبا كان موجود او جه عليه، بس الفكره ان امال انا هو كان مين يعني كان في ثلاثه اللي في نص الملعب؟ كان ديانج امام لسه ما تقريبا. كانش جه. كان ديانج كان وحمدي ديانج فتحي. وحمدي مم. فتحي والسوليه. مم. كان ديانج وحمدي فتحي والسوليه ومروان جه عليهم، مم. وكان اكرم توفيق برضو كان بيلعب شويه في المكان ده. مم. ف ف ممكن مثلا القندوسي مثلا مش اجريسيف زي مثلا اكرم توفيق، زي ديانج، زي هي ليه وجهة اسلوبه، نظر في الاخر، هي وجهة هو نظر بروفايل مختلف يعني، مختلف تماما. وديانج مختلف وبعدين هجوميا لا بيعمل فارق يعني، بتحس ان هو انت بتلعب زياده، لعيب نص ملعب طبعا بيزيد وبيكمل وبيخش 18، دي كنت مفتقدها شويه يمكن فينيشر كويس. جدا. حتى في آه يعني في ماتشات الاهلي برضو لما كان بيزيد في التلت الاخير ده كان بيجيب اجوان وكان بيعمل اسيستات، كان عنده مساهمات كبيره يعني. اخر ماتش لو تفتكر كان اخر ماتش مع الاهلي كان المصري، مم. الهدف اللي هو جابه كان في نفس الفكره، كان كمل برضه، والجون اللي جابه في الاهلي لما مم. كان في وفوق ستيف صح. اه برضه شاط من بعيد، هو رجله جامده وبيشوط جامد وعنده مزاج كتيره، بس هي الفكره ان انا بقارنه بمين وانا شايف ايه وانت عندك وفكري هتحطه هيتنفذ فين؟ بالظبط. بس في لعيبه انت المدرب بيقول عليهم ده لعيب جامد جدا 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 وهيفرق معاه، مم. وفي مدرب تاني يكون ممشيه. اه هو برضو بيبقى عنده اولويات، وعنده ما هو 11 لاعب، هيحط قندوسي هيشيل واحد ده هيعمل له ايه؟ صح. كل مدير فني بيبقى ليه النجوم بتوعه صح. وبيبقى ليه الضحايا بتوعه. صح. هي عشان كده الكوره فيها ظلم نسبي يعني، الناس بتقول ان هو فيها، هو مش متعمد، ان هو مفيش مدرب هيبتدي يعني يتنازل عن لعيب او يستغنى عنه ويكون هو محتاجه، الا بقى لما يكون بقى في اللي هي النوادر حاجات اللي احنا بنتكلم شخصيه عليها، شويه. اللي هي حب وكره، ده موضوع، وموضوع شخص ده موضوع تاني يعني. انما ككوره لا، كله لازم عنده الفرقه كلها بتكمل بعض صحيح. وبتعمل اللي انا عايزه وبتنفذ وبتاع، فده
ما اعتقدش لو حد شايف ان القندوسي في الوقت ده كان هيفيد النادي الاهلي والمدرب مش محتاجه لاسباب شخصيه، يعني مستبعدها يعني. صعب ان انت اه القرار يطلع بالمنظر ده. هي ممكن في وقتها برضو قندوسي، خلي بالك، لان دايما مديرين فنيين بيتحكم عليهم. يقول لك مثلا مورينيو مثلا مشى محمد صلاح ومشى دي دي بروين. بروين. واخد بالك؟ نقطة سوداء في حياته. يعني هو ايوه ممكن يكون الوقت ده هم ما كانوش في مستواهم كويس صح لسبب ما. يعني اللعيب دايما ما بيبقاش، اصل هو مش لعيب بلاي ستيشن صح سهم احمر على طول. بس صح. فاهم؟ عادي يعني في ابس اند داونز، عادي. يعني اللعيب ممكن يبقى كويس قدم سيزون وحش جدا، فانا مش هخليك. وكمان حاجه تانية، احنا كجمهور او احنا بره، احنا ما بنشوفش التمرين فيها ايه، يعني ما بنشوفش حالته في التمرين بالظبط عامله ازاي، بالظبط. ما بنشوفش هو بينفذ ولا بينفذش، يعني بنشوفش هو بيعمل له خلل بعدم التنفيذ للتعليمات دي، بيعمل له خلل شكله عامل ازاي. يعني مثلا كولر اللي قبل ما يمشي لما قال لك انا بقعد بن شرقي مم. عشان حته معينه، ابتدت تظهر للناس بعد نهائي اللي فات ان اللي هو الجون من ناحيته ان هو الدفاعية، يعني دفاعيا او المساندة الدفاعية. الدفاع مم. الفردي عنده شويه وحش، مم. فان هو ما عملش بلوك او ما عملش ما قربش من اللعيب، مم. فانت اترفعت من ناحيتك، فانت كان في مساحه بينك وبين الراجل مثلا خطوه او خطوتين، لازم ما تروح تعمل قدرتش بلوك، لازم تضغط تعمل عليهم. بريك، لازم مم. تخلي الراجل يغير قراره. الراجل ده لو كان غير قراره وكان رجع لورا ابتدت الدنيا تدور، خلص. خلاص ثواني والماتش. هو الاسهل ان انت تمنع العرضيه، مش ان انت تتعامل مع الارضيه بالظبط جوه بالظبط ال6 يارد مثلا. صح. ف يعني التفصيله زي دي هو ممكن يكون شايفها في بن شرقي، فدي ما خلتوش يلعب او ما خلتوش ياخد وقت اكبر. مم. آه هو ما عرفش يستخدمه برضه. وليه وجهة نظر في مم. الاخر. ممكن كنت استخدمه في وقت تاني، في ماتش اللي هناك، في مم. ماتش تاني هنا، لو انا مثلا شويه مسجل. في الاخر المدرب هو اللي شايف، هو اللي بيتحاسب في هو الاخر. اللي بيتحاسب في مم. الاخر. ايه رايك في تجربه كابتن ايمن رمادي مع الزمالك؟ هل انت شايف انها ان هو يعني التجربه القصيره دي هيقدر يطلع بيها؟ بص هو مبدئيا هو مدرب مهما كان كويس، اي مدرب يعني كابتن ايمن طبعا مدرب كبير بصراحه يعني، ومهما كان اي مدرب محتاج وقت، محتاج عناصر تنفذ فكره في وقت قليل، انك تحفظ لعيبة كل شغلك وكل اللي انت محتاجه. محتاجة لعيبة بعقليات مختلفة. اللي بيخلي المدربين الاجانب اللي بيجوا يمسكوا منتخب مصر يجيبوا معظم اللعيبة او كل اللعيبة محترفين، عشان نسبة الاستيعاب العقليات، الحاجات دي هو جربها واشتغل عليها بره. فالتكتيك انا لو اشتغلت عليه مرة اتنين اللعيبة هيحفظوا. في مصر شويه مش متاسسين او ما عندهمش الحته دي، ما عندوش الثقافه ما يعني عندوش التكتيكيه، الثقافه، او ان انا اخد فهياخد منك. وقت. فانا في الاخر لا، انا عايز السرعه. ففي مم. التوقيت ده انا بص يعني اخشى ما اخشى ان هو يتظلم في التجربه دي لضيق الوقت، مم. او تبقى يعني هي سلاح ذو حدين، او يبقى يعمل الحاجه تأثير التانية كبير. يعمل تاثير كبير، وده اللي انا اتمناه، فيعمل صدى كبير وان هو يكمل الفتره اللي جايه ويكسب الكاس. اتمنى ده، يعني انا نفسي ينجح، انا كراجل زملكاوي نفسي الكابتن ينجح، ان يستاهل. بس هو هيقدر يعمل ده ولا لا؟ هو الوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال، ان هو موجود وسط الناس. لو اللعيبه ساعدته واللعيبه ما بقتش همدانه وخلاص موسم وخلص والموسم بيخلص وكده. خصوصا مع دلوقتي خلاص اغلب الحاجات التارجت بتاع اللعيبه خلاص يعتبر بالظبط انتهى انت خلاص. صح. انت ما عندكش حاجه تلعب عليها، يعني انت خلاص الدوري بعد عنك بنسبه كبيره، تالت زي رابع. انت هو باقي تقريبا ماتش واحد كده خلاص، يعني حتى. ماتشين، اه. فاضل ماتشين، الزمالك هيلاعب بتروجيت وبعدين يلاعب فاركو، فانت عندك الماتشين دول تحصيل شايف حاصل مجلس يعني. الاداره هيقدر ياخد قرار على الفتره الصغيره دي؟ هيعرف ما دي النقطه اللي انا بقول لك عليها، انا ولا خايف ان هو هتلاقي يتظلم. فيه مدير فني اجنبي في انا مم. بسمع ان هو بيكلموا موسيماني، بيكلموا كذا، بيكلموا كذا، في سيفات اتعرضت وبتاع وكده. بس لو انت اديت للكابتن ايمن انا دايما كنت اقول كده، انا حتى كنت دايما اكلم اي حد من صحابي في الزمالك مركز اعلامي، فاقول لهم ايمن الرمادي ما يمسكش الزمالك، لا اصل لازم مدرب اجنبي. قلت لهم مم. هو اجنبي، يعني هو مم. اجنبي بس بيتكلم مصري. مم. انا بالنسبه لي اصل خلي بالك انت برضو 25 سنه في الامارات هتعادل الكارير بتاعه مثلا كله 10 12 سنه في اوروبا، دوراتك كلها من بره، كورساتك كلها من بره، درست في اكبر مدرستين المانيا وفرنسا في العامل البدني، في التاكتكس في انجلترا، في العامل البدني مثلا في المانيا. يعني انت في الاخر جامع بين الحاجات دي كلها، وراجل كان ايمن اشتغلت سي في وخبرات كبير وانت شفت جدا الكلام ده جدا، طبعا. يعني واخد الاي والويفا برو، يعني هو في الاخر ما شاء الله عليه، فدارس كل حاجه. فانت في الاخر ما ينفعش يعني مدرب بالحجم ده انك تقيمه في وقت اي حد هيجي هيتظلم.
في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه. في لعيبه ما تعودتش او ما تقلهاش ان انت عبال مثلا ما تتكيف لسه مع اسلوبه ودماغه وطريقته. وتعرف التشكيل وتعرف اللعيبه وتطلع. خلي بالك اي مدرب بيجي في اوقات دي بيلاعب اللي بيلعب، مش هتجيب مم. لعيب من بعيد بقى ومش عارف ايه وما عندكش وقت، انت الدوري بيخلص فانت لازم وكمان مربوط النتائج بتاعتك هي اللي تخليك تكمل او لا او بتاع. بس انا متوسم خير وشايف ان لا ان شاء الله يعني مبدئيا الماتشين الجايين هيبقى فيهم اداء مختلف ونتائج مختلفه بيكسروا بيها برضو يعني سلسله التعادلات الكبيره دي والخساره، ان انت تاخد الكاس ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه تساعدوا على ده، يبقى فيه روح جديده ويبتدوا يخشوا في اجواء البطوله اجواء الكاس. دي حاجة مهمة جدا، يعني بطولة الزمالك يطلع ببطولة قبل ما السيزون يخلص، دي بتهيألي أهمية قصوى. يعني أنت شايف يعني كإدارة الزمالك مركزة على القصة دي ولا؟ لا مركزين، والدعم بصراحه للكابتن ايمن ولجهازه. أنت كده بتتكلم يعني إن بيراميدز هيطلع زيرو ولا هيطلع ببطولة واحدة بعد ما كان اتمنى بينافس على اتمنى 3؟ اتمنى ياخد افريقيا، آه. اتمنى بيراميدز ياخد افريقيا، واتمنى ان الزمالك ياخد الكاس، وبنسبه 90 95% الاهلي خد الدوري. مم. فانت في الاخر الثلاث اطراف اتراضوا يعني. بالظبط فيعني كده. فاهم بقى مفيش نبدا أحسن من موسم جديد كده. على نضيف بقى بس يعني. بالظبط. يعني اتمنى السيناريو ده يحصل، واتمنى ان يبقى الزمالك يطلع ببطولة في ببطوله في الآخر. الموسم. مم. والاهلي خلي بالك جاي من بعيد، فهتبقى بالنسبه له بطوله الدوري دي اللي جمهور الزمالك جمهور مهمة الاهلي جدا. بيحبها ان دي اللي بتوديك من الدوري، بتوديك افريقيا، وهتاخد افريقيا وبتروح كاس العالم للانديه، هي الاصل في الاخر الدوري. وبالسيناريو ده هيبقى ومع مكسب امبارح بالطريقه دي البنك، لا الموضوع فعلا هيبقى فرحته مضاعفه بالنسبه للاهلي. انت كمان دي حاجة، الدوري بيتلعب لحد آخر 90 دقيقة، دي حاجة ما اتكررتش بقالها كتير. طبعا عشان كده بقول لك الدوري ده بالذات هيبقى بعد ما خلاص فقدوا الامل من ايام كولر وهو بيمشي بيغيروا بس. نسميه دوري حسين ياسر إبراهيم ولا دوري كابتن عماد النحاس؟ الاثنين بصراحه، ان الاثنين يحسب لهم ان هم جم. يعني كابتن عماد جه عمل شويه حاجات كولر ما كانش بيعملها، كان الشارع الرياضي كله بيتكلم عليها. منها ان انت اكرم توفيق مثلا خلاص هو الراجل سابك ومشي، فانت بتلعبه ليه؟ طب خلاص ما جيب البديل عشان في الاخر ده هيمشي. منها ان شويه عملت ضوابط وربط وكده، اللعيبه شويه قربت من بعض. الكابتن عماد مميز في الحته دي شويه ان هو نفسيا بيقدر يجمع اللعيبه. فرق وكان على في حاله فكرة يعني، هو الموضوع اكتر من ان هو فني، هو كانت حاله جوه اوضه اللبس، طب حاله في اللعيبه باينة في الملعب يا كابتن. في لعيبه مستبعده مم. كتير، تعرف تتعامل مع اللعيب وانت بتطلعه بره. اهم حاجه ان انت اللعيب وهو قاعد على الدكه يبقى مقتنع ومرضي. ان اللعيبه كلها خلي بالك اللعيب بيفكر في نفسه، بس المدرب معاه مم. 30 لعيب طب بيفكر. بمناسبة معلش بقى مقتنع ومرضي لا لا، دي، لازم هتيجي طلع موقف تعالي معلول هيطلع على طول. طبعا انت ايه رأيك في اللي حصل ده؟ المدرب ساعتها في الموقف ده بيبقى شويه غالب عليه العمل الجماعي يعني، وفي الاخر مصلحه النادي، مش ان وباقي على انا فكرة اراضي عادي دقيقتين ما. والنتيجة خلاص سلبية بالنسبة له. بالظبط. انا عارف بسألك بس عشان ايه، عشان الناس عندها تعاطف شوية ناحية علي معلول. فانا متأكد ان انت متعاطف مع علي معلول، متعاطف مع كابتن عماد النحاس، طبعا. وفي نفس الوقت انت كنت جوه جهاز، فعارف ان الموضوع مش سهل. وان هو مثلا كابتن عماد ممكن يكون يعني بياخد القرار ده، هو دماغه اصلا هو بيتعامل معاه بيقول له مثلا خلاص، وهو خلاص يعني دماغه 99% من دماغه في الملعب في اصلا، الملعب بيشوف الحاجة اللي هتنجحه. اللي نجح الموقف احترافيه علي معلول، انه لعيب كبير رصيده كبير في النادي، ما مم. عندوش مشكله. خلي بالك انا ما بشوفش ده غير في مصر، مم. ايا كان بقى الموقف بتاع امبارح او غيره، انا ما بشوفش ده غير في مصر، غير اللعيب خارج لا شوحش بقى ولا ونازل عمل ولا رمى التيشيرت ولا. متضايق طبيعي، ما انت مش هتتحكم اصل فيه انت في وشه يعني. اصل اللي نازل ده زميلك. طبعا. دي حاجه، تاني حاجه اللعيبه بره انا بشوفها بيبقى نازل دقيقه واحده، منتهى النشاط منتهى مم. الحيويه هو علي معلول مبتسم تحسه مركز. نازل اول ماتش في حياته، يعني عايز بالظبط. ينزل 10 دقايق وقاعد عايز نفسه ينزل. هو كمان برضو الفتره اللي بعد الاصابه من كولر في التعامل كانت صعبه شويه. جدا. دخوله ان هم يسافروا جنوب افريقيا وهو مش ويسيبه هنا موجود مع معاهم، 2000 برضو مم. مع لعيب بحجم معلول نفسيا كانت شويه مأثره فدي عليه. ضغوط. وبعدين كمان اصلا النفسيه تتعبه او تأثر عليه، ان الاصابه نفسها فتره الاصابه والتأهيل والعلاج ضغط نفسي رهيب. جدا. هرجع على مش هرجع. وبعدين اصابه الوتر الاكيلس ده صعبه جدا مم. يعني. انت تأهيله صعب. بالظبط تأهيله صعب، وان انت ترجع تاني اصلا تبقى صعب. فان انت في الاخر كل ده عايشه ويتعامل مع موقف امبارح بكل احترافيه، انا بصراحه بحييه يعني. طبعا زي ما انت بتقول الكابتن عماد هيبقى تفكير وشغله الشاغل ان الموضوع ده ما ياخدش مني انا، مش في الاخر ايا كان هو مين اللعيب اللي واقف،
انا في الاخر هو لاعب في بفكر في الاخر، المصلحه الجماعيه، هو وبقى لاعب. انت لاعب. هو بالنسبه له يعتبر باك ليفت مثلا. احنا علي بالظبط. معلول طبعا احنا كل حاجه، بس طبعا. انا هنزل باك ليفت دلوقتي هغيره ولا مش صح هغيره؟ صح. ملعب يسمح ولا ما يسمحش؟ لكن الناس في الاخر انا شفت على السوشيال ميديا وكده ناس يعني بتهاجم علي معلول شويه، لكن انت بتتكلم فيه ده علي معلول مش في ضغط 90 دقيقه، ده في ضغط بقاله سنه مثلا، صح. ضغط بقاله سنه زي ما انت بتقول، في اصابه، في معامله كولر، في استبعاد، فالراجل بصراحه يشكر واتحسب له في الكريدت يعني ان هو في الاخر ما تجاوزش يعني رغم الضغوط دي كلها، قفل وشه شويه ومشي، ما عملش عشان حاجه كده يعني. بقول لك احترافيه علي معلول هي اللي خلت الموضوع. لعيب تاني بقى مثلا، يعني بلاش اتجنن عليه مصريه يعني لعيب تاني مثلا مصري في الحاله دي ممكن يقلب الدنيا. طبعا وكمان السوشيال ميديا شويه بتضخم الدنيا، بتضخم الدنيا، وبعدين متعاطفه مع لعيب بتبص من زاويه معينه، فلو انت حابب اللعيب ده هتوديه في حته تانية بتطلعه خالص، السما. ولو انت بقى ما بتحبوش هتلاقي اللعيب ده ممكن يبطل كوره. فهي الفكره ان انت في التوقيت ده اتعاملت، وبرده ده من حسن حظ الكابتن عماد ان هو اتعامل في التوقيت ده اللي كان واقف على الخط علي معلول مش حد تاني، فالموضوع ما كبرش. ارجع كده الماتش او ماتشين فاتوا برده حركه السولية ان هو خارج متضايق ومتضايق من التغيير وبتاع مش عارف ايه. طب انت سولية مثلا مع كولر ما كنتش بتلعب، اصلا فان دي كابتن عماد النحاس ويلعبك مثلا 60 70 دقيقه، فايه يعني انا متضايق من متضايق ايه؟ ليه؟ مم. متضايق ليه وان انا بالعكس خارج؟ ده انت رجعت وبترجع تدريجي بالظبط. واشتركت بشكل كامل وبيلعب اساسي تقريبا رغم يعني. كده الراجل راح لك على الدكه وحضنك والموضوع خلص بس شوف هنا مدرب قدر يحتوي الازمه الاثنين وانا بكلمك بقى في ان بره الموضوع لا ما بشوفوش، انا ما طبعا. بشوفوش غير هنا. لعيب بيخرج متضايق متضايق، لعيب ما بيلعبش ومتضايق طبيعي، لعيب بيبقى مثلا بيطلع بره السكور خالص ده طبيعي. انما انا ما اقدرش اقول لك مثلا لا انت تطلع بره ما تضايقش، لا اتضايق. احنا بشر في لازم يبقى الاخر. عندك دم وانت تضايق. انا طبعا. مش هقول لك احق بقى من ان انت الناس موجوده، بس في الاخر لا اتضايق، دي دقيقه، دي ده بقى احنا بشر. بس فكره ان انت برضو زميلك اللي نازل، او انت بقى مش او انت متضايق من مدرب او متضايق من قراره، دي ما يعني ما تشفعلكش بصراحه يعني. طبعا. بشوف تصرفات بصراحه بتضايقني يعني. يعني بمناسبة بقى يعني نرجع لنقطة تحليل أداء تاني، عايز أسألك على لو في طريقة معينة أو في لاعب معين كده أبرز حاجة إن كجهاز فني وكمحلل أداء يشتغل مع لاعب يعمل معاه تطوير أداء بشكل ملفت، يعني في عندك حاجة نموذج كده ممكن تقوله؟ اه في نموذجين. ممكن في نموذج كان في الاتحاد، احنا لما رحنا الاتحاد السكندري مع الكابتن عماد النحاس كان مروان عطية موجود هناك. مروان كان لعيب ستة دفاعي بحت، يعني ما مم. كانش عنده ما شاء الله هو مجهوده كويس، بالتحاماته كويسة، في الاستخلاص كان كويس. فالكابتن حسام حسن كان ساعتها اللي ماسك قبلينا، كان بيعتمد عليه في ان هو بيهاجم بعدد، فمروان يقدر يغطي المساحات دي. كان هو بيلعب هو مانجا في نص الملعب ساعتها، يقدر يغطي مساحات كبيرة. مساحات كبيرة، والاتنين عندهم مجهود كويس، والاتنين الاستخلاص عندهم واجريسيف وكده. فمروان لقيت ان هو، انا لما رحت لقيت ان مروان ارقامه الهجوميه يمكن ضعيفه شويه، ما عندوش تواجد في التلت الاخير بشكل كبير. الباصات اللي هي المفتاح، او الباصات اللي هي القدام عمودية العموديه مش موجوده، مم. كلها باصات للجنب، هو بيستلم ويسلم لاقرب حد. الناس دلوقتي حتى ترند طالع ان مروان ليه مش بيباصي لقدام يعني. الجون امبارح لو تفتكر الجون جاي من عند مين اه بدايه؟ اه. عند مروان. مم. ف... فوقفت مع مروان وكلمت الكابتن عماد في وقت انت لو لضيق الوقت انت بتشتغل ايه فردي بس وسط المجموعه، طب فهو بيخدم مركز على حاجة المجموعه معينة ومكلم جوه اللاعب على بالظبط. حاجة معينة الهدف في وسط بتاع المجموعة. التمرين هو جماعي بس وانا انت عايز بطور تركز على حاجة معينة. بطور في النص حاجه معينه عند اللعيب. مم. فمروان قعدت معاه واتكلمت معاه في حته ان انت ليه ما بتعملش كده، انت لعيب اساسي يعني، انت لعيب مم. موجود اساسي، مم. فليه في التمرين بتخاف ان انت تجرب الحاجات اللي ما هي تجرب مثلا في مش التمرين. موجوده فيك، مم. ونبتدي نشتغل عليها، فانت تقدر تبقى جريء ان انت تروح وتشوت. ما فيش مدرب يقول لك انت لو في التمرين شوت وطلعت مثلا وحشه او ده بره فانت مش تمرين. تلعب، انت كده مم. كده تلعب ولعيب اساسي مم. ولعيب مهم. فخلينا نشتغل على الحاجات دي واحده واحده. فعملت له بلان كده واحد واثنين وثلاثه واشتغلنا على الحاجات دي. لمروان عطية. اه وكان معاه لعيب تاني في نص الملعب اسمه بلال مم. السيد. مم. فكان دايما قاعد يعني انا بكلم مروان كان هو قاعد بلال. مم. فانا قلت له وهتبقى لو طبقنا الحاجات دي وبقت عملتها في الماتشات الرسميه وكده، هتبان جامد، وهتبقى انا من وجهة نظري هتبقى احسن نص ملعب في مصر. مم.
بعد كنت ما بتشجعه هو ولا كنت بتتنبأ له كده فعلا؟ انا بتنبأ بكده ان هو في الاخر هو خامة كويسة جدا، بس ان انت تلفت الانظار ان انت في الاخر يعني لعيب مثلا متكامل بقى. تبقى لعيب بالظبط، مم. انك بتستقطع وتسلم تقطع وتسلم، هي طبعا كويسة، بس لما ادوارك تزيد لا بتبقى في الاخر يجي تفرق يقول لك ايه، كتير. ده لعيب اهلي وزمالك، مم. غير ما لعيب ايه، لا ده لعيب اتحاد مصري، انديه اللي هي في وسط الجدول او بتاع. لا انا في الاخر اشتغلت بتحط مع فيك النقطة دي. عوامل، مم. في الاخر اللي يشوفك يشوف انت موجود عندك مثلا خمس ست مميزات، ليه ما يبقوش 10 ليه طب فاشتغلنا على الحته دي وابتدينا نتكلم. وبعديها حتى هو لما جاله بقى عرض اهلي وزمالك، هو في الاول في بدايه الموسم او مش فاكر في يناير هو اتاجل الموضوع، مم. وفي بدايه الموسم او الفتره الانتقالات اللي بعديها هو راح الاهلي. فدايما لما كلمني هو يقول لي انت فيك حاجه لله، انت قلت لي كذا كذا كذا، قلت له والله انت لعيب كويس ولعيب محترم ولعيب مهم، فكان ناقصك شويه حاجات، وكان ناقص شويه حاجات مثلا انه ايه طريقه الاستلامه تسهله ان هو يطلع الباص بشكل اسرع، احسن. هتقف بزاويه معينه فهتستلم تعمل سكان. مم. فالحاجات دي كلها فرقت شويه في مش يعني في زياده المميزات اللي عند ساعدته. مروان بالظبط. ساعدته يعني، انت اديت له يعني حاجة قدمتها له وهو استغلها. هو برضو لعيب كبير وقدر ان جدا، هو وهو يشتغل ما شاء الله عليها. خامة كويسة، طبعا. وانا بقول لك بص على الاهلي دلوقتي هو موجود، بيبقى موجود قريب من ال 18 كتير، بيروح بوكس تو بوكس ومع بيكمل حسام بيشوط، حسن ناس كتير كانت بتتكلم انه كان مع حسام حسن بيدي يعني كي باصص كتير جدا وبيسدد على الجون وبتاع، كانت حاجات وبيعمل حتى ثرو باس بالوش الخارجي يعني عنده. برضو ابتدى يتطور مم. يعني. فدي برضو دي حاجة من ضمن الحاجات. واحنا برضو في المقاولين كان طاهر شوية كان عندنا نقط كده كان بيوصل ليها، مم. وبعدين يبقى في فقد للكوره، الهجمه بتخلص، فانا ركزت في قعدت ادور على حته ان ليه هنا بتخلص، لقينا ان طاهر شويه رجله الشمال ما بيستخدمهاش، مم. يعني اللي هو ايه بيوصل للمكان ده فيبتدي يعدل على اليمين ويعمل عرضيه، فاللعيبه بتكون رجعت، تاخد فالديلي اللي وقت معاه. بيتعمل بالظبط في مم. ثانيتين ثلاثه ده تقدر تعالجه وانت واقف، بدل ما تبتدي تجيب الكوره على يمينك او على مم. شمالك تاخد وقت. انت ممكن ما الشمال مش شغاله، تلعب انت على عندك طول على عدلتك يعني او على بالظبط وضعيتك، لان ممكن هتفرق، يكون اللعيبه ما كانتش ترجع، انما انت لو عدلت وسندت في وكده تمركز معين. الثانيتين دول هيفرق. مم. فدي اشتغلنا عليها برضو مع طاهر كتير. موقف ثالث اللي هو بقول لك بلال كان بيبقى موجود، ان بلال جنب اسمه بلال السيد هو مروان. بيلعب في الجونه دلوقتي مم. في اسوان. كابتن ايمن كان مسافر الامارات، كان في اجازه 3 ايام، واحنا كنا قعدنا نبتدي نرشح لعيبه ونشوف اللعيبه او النواقص اللي ممكن تيجي تضيف لفرقه اسوان في يناير. فانا اقترحت كذا اكتر من لعيب، والجهاز اقترح والاداره اقترحت، فانا اتكلمت قلت لهم في لعيب اسمه بلال السيد كان موجود معانا في الاتحاد، بس ما كانش ليه فرصه ان هو يلعب عشان موجود كان ساعتها كان مورو، خالد الغندور، كريم الديب، مم. مانجا، مروان عطيه، كان المنطقة دي كانت زحمه فيها زحمة زحمه شوية. قوي. وهو لعيب كويس وكل حاجه، بس سنه صغير ما عندوش خبرات، واحنا كنا مطالبين بنتائج او الفتره دي، فكان صعب ان هو ياخد يعني مضغوطين فترة، كانت مضغوطة. جدا يعني. انما هو كخامه لعيب كويس لعيب كويس. فالاداره احنا رشحنا مثلا 7 8 لعيبه، فالاداره تاني يوم جابت مروان، لقيت مروان بيكلمني انا موجود في النادي، مم. قلت له كويس والله ربنا يوفقك. يعني انا برضو حته التعاقد والسيركل بتاع بقى هيجي ازاي ويكلم مين، دي بتبقى برانا خالص يعني، انت في انت الاخر بترشح بس بتشتغل. بترشح. مم. فلقيته بيكلمني بيقول لي انا جيت وكده والنادي عمل كذا ومش عارف ايه، وعرفت ان انت اللي رشحتني قلت له طب بص يعني انت انت النادي هنا مم. وعايزك انت لما تيجي وتفهم في شغل الكابتن. ساعتها كان في التوقيت ده كان بالحاج مشي، مم. فانا قلت له انا واثق ان انت هتخش بسرعه يعني وهتفهم شغل الكابتن وهتخش يعني. فقال لي خلاص. يعني المهم الناس من الجهاز بدون ذكر اسماء يعني وصلوا للكابتن ان مروان تخنان مم. وما بيجريش، او اتمرن معانا تمرين او اتنين. مروان يعني مش احسن حاجه، كان في افضل منه. كان ساعتها مروان بيلعب منتخب مصر خماسي، مم. كابتن ده لعيب منتخب مصر خماسي ومش عارف ايه وكده. فمين يا جماعه طب اللي رشحه ومين اللي مش عارف ايه، انا اتدريت اليومين دول يعني اختفيت. فقلت لهم انا بس انا قلت ساعتها اكتر من 5 لعيبه يعني، اشمعنى مروان ده يعني اللي مسكته فيه. اشمعنى قصدي بلال يعني. بلال. ف انا بقى انا لسه كنت هراجعك، لان بلال هو اللي كان بيلعب في خماسي مش مروان، صح كده؟ بلال. بس صحح بس. فالمهم ايه جابوا بلال. بس انا قلت مروان يلعب خماسي ازاي؟ الموضوع لا صعب. لا 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 هو كان بلال السيد اه بيلعب ساعتها كان في نادي اه الاتحاد وكان بيلعب اه منتخب مصر الخماسي.
فهم ابتدوا ياخدوا الانطباع ان هو مثلا ايه، لا يعني لياقته البدنيه احنا في يناير، انت عارف صفقات يناير مختلفه شويه عن عايز بدايه حاجه الموسم. جاهزه على طول. عايز اللي يجي يلعب، اه. ولا ده بعيد، ده ما بيتمرنش، ده بيلعب خماسي، ده مش فجي الكابتن ايه سالني ابو العلا مين وبلال مش عارف ايه وكده، ان الكابتن برضو ايمن رمادي خلي بالك ما كانش يعرف اللعيبه المصريه، مم. ان انت في التوقيت ده تيجي تقول له مثلا احنا كابتن عايزين، فهيبقى هو ده موثق في الجهاز او الكرو اللي معاه وكده، فهيديهم حريه الترشيحات، وعارف ان انت في الاخر هتجيب لعيبه او مناسب مع مناسبه اللي مع انت الطريقه محتاجه وهتفرق الاحتياجات. معاه بالظبط. اه. فساب لك الاختيار، وما كانش يعرف لعيبه كتير قوي في مصر منه، مش اول سنه شغال في الدوري الممتاز يعني. فقلت له يا كابتن انا اللي قلت وبلال انا شايف انه لعيب كويس ينفع مع المرحله دي مع اسوان، وهو لعيب مم. كويس محتاج مم. وقت شويه بس يعني هيبقى خامه كويسه هيشتغل. يعني. ف الانتقادات بقى اللي هي ايه، ده لعيب مش عارف ايه، ده تخنان شويه، ده لعيب بلياقته البدنيه مش عارف ايه، ده لعيب. مم. المهم جه الحاجات الكابتن، اللي مش فنيه دي اللي الكابتن هي جه من الكابتن جه العام من كده. الامارات، مم. وكان ساعتها اتمرن معانا تمرينه واحده بس، الكابتن مم. ساعتها فالكابتن جه من الامارات اتمرن معاه الكابتن تمرينه او اتنين، مم. الكابتن وقف معاه وقال له انت لعيب هايل، لعيب مم. كويس وهتبقى كويس. بس فالكابتن كابتن ايمن. كابتن ايمن مم. رمادي، مم. كابتن ايمن طور من بلال بشكل كبير، وابتدى يشتغل على الحاجات اللي هي الناقصه، ويبتدي يدخله في فرقه، بلال تقريبا من 17 ماتش الدور الثاني تقريبا لعب 16. مم. فحتى هو دايما يكلمني يقول لي انا بصراحه يعني هو بيشكرني ان انا حطيته على التراك ده. قلت له اصل خلي بالك هي في ناس بتبتدي يبقى عندها رؤية شوية فبتساعد حد، وفي ناس بتاخد قرار يبطل حد او يبتدي مثلا يديله ظهره او كده. انما مم. هو لما يكون لعيب كويس وعنده، المشكلة ان انت تساعده او تقف جنبه او فدي خصوصا ده من شغلك وده شغل، هو الراجل بيعمل شغله كويس وانت بتعمل بالظبط شغلك كويس. بالظبط. فانا يعني دي لحتة ان انت السكاوتنج ازاي بيأثر وازاي بيفرق الاختيارات نفسها، ومش شرط تجيب كل اللعيبة عن خلالك او عن طريقك، لا بس انك ساهمت في حاجة زي دي، واللعيب مثلا جه وسمع وفرق مع الفرقة، فانت في الاخر دورك حتى لو 5% او نجاح 1%، كبير. هو في الاخر انت بتعمل دورك. ساهمت في نجاح كبير بالظبط وممكن يبقى مؤثر جدا، مثلا زي انتداب معين او انت جبت لاعب معين في فريق واللاعب ده نجح ونور، انت ساهمت فيه فعلا يعني. صح. وبعدين بعديها رجع الاتحاد تاني، فضلوا متمسكين بيه ان هو مكمل مع الكابتن محمد عمر ومع الخواجه، لما جه تقريبا كان زوران او حاجه كده. وبعدين بعديها راح الجونه، ودلوقتي هو ماشي مع الجونه كويس جدا. هو لعيب انا بحبه جدا بصراحه، انا بحب اللعيبه اللي هي تكتيكيا كويسه وعندها استيعاب عالي وبتقدر تستوعب وبتقدر تنفذ ده في وقت قليل. حبيبي كابتن محمد، الحلقة عدت بسرعة جدا، واحنا سرحنا والناس سرحت والناس مبسوطة كلنا يعني. انا بصراحة مبسوط قوي، نورتني في بودكاست المستطيل. ان شاء الله اتمنى تشرفني تاني كده، ويا رب كل الناس اللي اتفرجت على الحلقة تبقى مبسوطة زي ما احنا مبسوطين كده يا يعني. رب. وانا كمان كنت مبسوط معاك جدا والله حسن، حبيبي. ومبسوط مع الكورو كله، وان شاء الله ان شاء الله يعني البرنامج يكسر الدنيا، وانا يعني بشيد بنجاحك، وانت عارف انا باثق فيك ازاي، وان شاء الله حبيبي. يكسر الدنيا. حبيبي. وفعلا انا ما حسيتش بالوقت معاك خالص. حبيبي لا الله، وشكرا ان انت نورتنا يعني. حبيبي. ويعني كانت دي حلقة من بودكاست المستطيل، ان شاء الله انتظرونا في حلقات جاية، ويا رب يكون يعني ضيوف خفاف عليكم، ويبقى الحلقة تعجبكم بإذن الله.